السلام عليكم ورحمة الله. خويا رشيد، مرحبا بك. الله يحفظك، الله يبارك فيك. هانيا. ومرحبا بك. البارح ما شبعناش منك خويا رشيد. هو مع الوقت راه. وما كاين حتى مشكل اخي رشيد. والمهم مرحبا. حنا هاي كنحاولوا نعمروا بعضياتنا باصحاب العقول، العقول ولكن المنفتحة، العقول اللي دابا تقدر تتحاور. دابا هو اصحاب العقول راه كاينين، ولكن دابا ملي بنادم كيبقى يشوف الاعلام بزاف داك الجزائري، يعني كيطغى على العقليه ديالو. وماشي مشكل اخي رشيد، المهم هي نكونوا نتميزوا، ما نكونوش بحال بحال. راه ماشي مشكل، ولكن أنا دابا هما يعني مشاو لواحد، يعني بحال خلقوا لي من داك المغرب بانه بحال هو العدو. هو كل شيء اللي منه هو اللي معدي، هو اللي يدير، هو تماما اللي اخويا سد رشيد. الحدود، هو اللي يدير، هو اللي كذا، هو اللي تيامر، تماما هو اللي تماما. تيدير تيعاون البوليزاريو، هو اللي تيدير ضد البوليزاريو، ضد فلسطين، ضد يعني ولات افكار مغلوطه بزاف. ولكن اخي رشيد، بكل امانه زعما كنلقاو جزائريين فاهمين هذا الموضوع هذا اللي كنتكلموا عليه حنا دابا. تلاقيت مع جزائريين عده، والله العظيم الا فاهمين حتى انا بعض الجزائريين كنطلب منهم يهدئوا الخطاب شويه، باش ما نضربوش حنايا في القناه على امور حنا ما عندنا بها علاقه. ولكن حنا كنحاولوا ما امكن ابراز الذات المغربيه، العقل المغربي، المواطن المغربي، وكيفاش كيفكروا هما الجزائريين. راهم كيجيو للمغرب كيشوفوا المغاربه كيفاش عاملين في المعامله، في التنظيم. ما نقولوش غير اللي هو كيجمع بيناتنا، يعني حتى الواقع ديالنا ملي كيشوفوه الجزائريين لا انت، كيتبدلوا شوف يا مغربي، ربما. مثلا حنا نعم. كالاعلام ديالنا، الاعلام ديالنا يعني في خصوصا الاعلام، لا الاعلام البديل ولا الاعلام المكتوب ولا المرئي ولا المسموع ولا التلفازه، يعني واش كيبقى يكثر من هاد الصحراء وهذا الشيء ديال الجزائر، وهذا الشيء راه داروا فعلوا داروا فعلوا داروا، ولا كيطلق شي اشاعات، فما كاين والو. لا نهائيا اخي رشيد، والله الصراحه زعما حنا كنقولوا يعني الشهاده عادي الاعلام تفرجي ديالنا في الاعلام المغربي. بكل امانه. المغربي وهو راه داكشي راه هما داكشي ولا عندهم عادي، الا ما جبدوش داكشي يعني كيبقى عندهم اشكاليه ديال هذا. ولكن راه كاينين الناس ديال تلمسان بجايه كيكدا، يعني متصلين من المغرب. نعم، والناس ديال وهران، هذيك الجهه اللي قريبه لنا وهران هادو لتونس. كلهم راه كاين العائلات، آه، يعني مترابطين ما بين فاس وجده الناظور، هادو مترابطين يعني مع المغرب. نعم، حتى اللهجه ديالهم والكلمات ديالهم كتشابه معنا بزاف، خصوصا لا مع شرقيين، فاس. يعني غتلقاهم شرقيين، يعني معروفين. وراه كاينين المهم اسر خويا دابا رشيد، من الصحراء. حنا كنحاولوا ما امكن، وحنا تاكدنا باللي ان الفئه الطاغيه اللي كتطلع وكتسب وكتجيب تاريخ مزور هما واحد الفئه محدوده، هما فقط عندهم التاثير نظرا للدعم. وحتى ان هذه القضيه ديال الدعم كيطلع كيجي عندك مثلا هاد شي جزائري بهذا الشكل هذا، وكتلقاه هو كيتلقى الدعم بشكل صارخ. والله العظيم طلع عندنا واحد السيد جزائري واحد المره، يعني بواحد الدرجه ديال الدعم لا ما فهمتهاش انايا علاش ديك الدعم. حتى هو ما قال حتى شي حاجه اللي تقدر ترفع حتى من المعنويات ديال الجزائريين. وحنا ماشي هذا هو الصلب المشكل ديال بالنسبه للفكري انا اللي كنفكر فيه. المشكله هو نعملوا معمل ابراهيم عليه السلام، كسر واحد الصنم باش يعرفوا الحقيقه. وحنا كنتعاونوا، يعني حتى هادوك المغاربه، انا ما نكذبش عليك، حتى هادوك الاخوه المغاربه اللي كيتهجموا على الجزائريين وكيقولوا فيهم كلام والى اخره، سواء كانت حقيقه او كذب، انا معاهم في الطرح ديالهم. ولكن كنقول مع نفسي ما يمكنش نكونوا كلنا بحال بحال، يعني نكونوا واحد الجهه كتجر من واحد الجهه. كاين اللي كيضرب بالفاس والمعوال، ولكن كاينه اللي غير باللسان فقط. هذا هو المعنى. فهمتيني خويا رشيد؟ فهمت يعني، ما احنا ما غنمشيوش ديك الطائفه اللي باغا الفتنه وهذه، ويعني امور تعقد.
يعني حنا ما غنتسوقوش لهم، واخا يبقاو دوك اللي كيقولوا راه ما غنتسوقوش لهم يعني. هما كيغردوا خارج وحتى سباب. الجزائريين. تماما، نعم. نعم اخويا رشيد، حنا تا هاد، يعني كاين واحد الفئه، واحد العدد ديال الجزائريين محتاج بحالنا حنايا، محتاج بحالنا حنا اللي نتحاوروا معاه فقط بالشعبويه. ما نحتاجوش ديك قوه الوثائق والادله. راك شتي الاخ حكيم كان معنا البارح، وقلت له انايا بلا ما تستخدم الوثائق والادله، لان الا جبدنا حنايا استخرجنا الوثائق والادله فغنصبحوا كنضربوا مع بعضياتنا. فمن الافضل نكونوا كنناقشوا وكنتفاهموا فقط بداك الشيء اللي كيحتويه الفكر ديالنا والقناعه. طبعا القناعه ديالنا، وانا مواطن وهو مواطن، هو مواطن من البلد الاخر وانا بلد، يعني مواطن من البلد الاخر. طبعا انا غندافع على بلادي بوجهه نظري انا، وهو راه غيدافع عليها بوجهه نظره. وما نساوش هما راه 60 عام اصاحبي ديال التكوين. 60 عام هما كيتكونوا فقط ضد المغرب، وعاد ما سبق 60 عام أي التهجين. والتهجين هو أخطر من التعبئة اللي كاينة الآن، لأن التهجين كيعطينا واحد السلالة غير مفهومة وغير متجدرة. هاد السلالة الغير المفهومة والغير برشا المتجدرة برشا حتى كما الطروحات كيقولوا حنا ديالها عندهم. اي نعم، حتى ديك الافكار ديالهم والطروحات ديالهم كتكون باهته وناقصه من الادله ومن حتى الادبيات. حتى الجزائري استاذ جامعي كيناقش مع استاذ مغربي، وحتى من غير مغربي صادفتهم في عده قنوات عالميه كفرنسا 24 والبي بي سي والدي دبليو الى اخره. صادفتهم، يعني المستوى واحد الفرق بيناتهم ما بين السماء والارض، لا في لغه يعني الحوار والخطاب، ولا في مستوى ديال التوثيق. يعني خصنا على الاقل غير نعطيوهم واحد العذر، ودائما غنبقاو دابا هو عاطينهم العذر. دابا هما دابا هما اللي بنعرف انا قبل 1800 فاش دخل عندهم الاستعمار الفرنسي، اشنو كانت السميه ديالهم؟ راه ما كانش سميتهم الجزائر، تماما، ما كانش سميتهم الجزائر. يعني كانت سميتهم المغرب الاقصى، المغرب الاوسط، المغرب الاوسط هما. لا، لا، ماشي في هذا الوقت ديال دابا. لا، هو ماشي في هذا الوقت ديال دابايا، ماشي في الوقت ديال الاستعمار، حيت ملي تسمت المغرب لا، الاقصى الاستعمار والمغرب الادنى الاستعمار والمغرب العثماني الاوسط العثماني كان. العثماني. لا، غير فهمني، حيت هو في عهد، اي تماما، هو في عهد الامويين تسمى المغرب مغرب. في عهد الامويين، في عهد الامويين تسمى المغرب مغرب، ومن بعد ولاو كيسميو المغرب في عهد العباسيين كانوا كيسميو المغرب الاقصى والاوسط والادنى، بحكم ان المغرب، اه، الدوله المغربيه اللي كاينه حاليا هي اللي كانت كتحكم، هي اللي كانت كتحكم جزء من ليبيا وتونس وجزء من الجزائر، ماشي موريتانيا الجزائر ما كلها. كانت. باش كان نكونوا متفاهمين. الجزائر من بعد كان ما يعني جاو، لا كان ماشي فيها واحد الجزائر الصحراء يعني كبقعه جغرافيه. لا، كانت هي فيها واحد كانت الصحراء قبائل، جنوبيه الجزائر كانت كتحكمها، وكان الشمال ديال دابا الجزائر هم. كله كان مغربي. لا، الشمال كان الامازيغ. على كل حال حنا لا، ماشي، يعني الشرق حنا ماشي الشرق كنضربوا. الجزائري اللي كان امازيغ. على كل حال اخويا رشيد، حنا ما كان ماشي الهدف ديالنا هو نضربوا في الجزائريين او نقزموا لهم التاريخ. حنا كنبغيو غير نفهموهم. هما حتى بعض لا، الجزائريين راه هما كيكتبوا باش هما يعرفوا كيكتبوا لنا. بانه المغرب راه مد لهم يد العون في الاستعمار، يعني من بعد حصل الاستقلال راه كانوا كيجيو الفدائيين كيهربوا هو للمغرب، كانوا السلاح كيدخل عبر الناظور، واحد. كانوا يعني. نعم، هما كانوا مصانع، كانوا في المغرب كاينه مصانع كتصنع الاسلحه خاصه للجزائريين. وكان ذكر هذا الثوره الموضوع الجزائريه. هذا. كان ذكر هذا الموضوع هذا هشام عبود، هو اللي تكلم على المصنع ديال تمارا وديال تطوان وديال الناظور. وطبعا كانت الناظور هي التخزين، المكان ديال التخزين. كانوا في الناظور كانوا كيخزنوا. انا بغيت نرجع للموضوع ديال العثمانيين، وهما الجزائريين مره كيتكلموا على وجده وعلى نهر ملويه، كيقول لك كانت جزائريه. هاد الموضوع هذا كان في عهد العثمانيين.
العثمانيين كانوا وصلوا حتى النهر ملويه، سيطروا لنا على دوك المناطق هذيك المغربيه، ومن بعد المغرب استرجع. هما كيستدلوا لنا بهذا التاريخ هذا، واصلا هما ما عارفينش هذا التاريخ هذا بالضبط، هما فقط سمعوا على ان وجده كانت جزائريه، اعتقادا منهم ان الجزائر الحاليه هي الجزائر السابقه، هي الجزائر اللي كانوا فيها العثمانيين او ما قبل العثمانيين. حتى ما قبل العثمانيين راها اكثر من 300 سنه، يعني ما يقارب 900 سنة من الاستعمار المتواصل، بالإضافة إلى أن الاستعمار الفرنسي اللي دخل إلى الجزائر كيصوروه على أن الاستعمار الفرنسي دخل عن طريق الحرب، وهو لا، ما دخلش عن طريق الحرب نهائيا، بالمرة دخل عن طريق اتفاقية أو بيع وشراء مع العثمانيين. وذكروا حتى الأتراك الآن أو برلماني تركي تكلم عليه في البرلمان خصوصا ملي كانت ديك القضيه ديال استضافه الاكراد في تندوف. فهمتيني خويا رشيد؟ فهمت. يعني حنا كنبغيو نفهموهم هاد الحقائق، وحنا ما كنتحجوا منهمش بهاد الحقائق وكنعتبروها هي انتصارات. هو فقط كنفهموا الاخوه الجزائريين راه ما يجمعنا راه اكثر من داكشي اللي كيفرقنا. خلي الدين ابار، لان الدين ملي كنبقاو نتكلموا على الدين او المؤمنين فحنا واش بالفعل حنا مؤمنين كاملين، لا هما ولا حنايا، باش نكونوا منطقيين. حنا كنحاولوا نقربوا ما بيناتنا بالمصالح الدنيويه. المصالح الدنيويه الا جينا نحسبوها فكنلقاو عندنا اكثر من 2000 كيلومتر ديال الحدود المشتركه، اكثر من 2400 كيلومتر ديال الحدود المشتركه بيناتنا. فتصور هذه الحدود كلها غدا هباء منثورا، كل مناطق امنيه مغلقه. هذه خساره للشعبين، وخساره للشعبين بمعنى ان كنا ممكن بجوج نكونوا المحور في افريقيا وما بين افريقيا واوروبا، بدل ما يكونوا الاوروبيين كيتلاعبوا على المغرب وعلى الجزائر والامريكيين هكذاك النيت، كان ممكن نكونوا حنا هما ديك القوه الواحده اللي يعني تقدر تجمع هاد، نقولوا حنا هما البوابه بجوج. على كل حال نستضفوا اخوه جزائريين ونستمعوا لارائهم ويسمعوا حتى هما الاراء ديالنا، يفهموا منا ونفهموا منهم. اللي خصهم يعرفوا الاخوه الجزائريين وحنا باغيين لهم الخير، ما باغيينهم لا يكونوا يعني في شي ضرر معين، او كنناقشوا معاهم شي مواضيع قريبه للمواضيع الداخليه ديالهم على اساس اننا نحرضوهم على النظام ولا على الدوله ديالهم. حنا بالعكس، حنا كيهمنا يكون بجنبنا دوله وشعب مستقرين عندهم استقرار. حتى حنا غنكون والحمد لله حنا من الناحيه المغربيه عندنا استقرار كامل، والهدف ديالنا هو حتى الجزائر تكون حتى هي مستقره. خويا غانم مرحبا بك. ربي خويا يحفظك. غانم تحيه، تفضل خويا ربي غانم. يحفظك. شوف، المشكل هذا راه قديم، ماهوش جديد، الجرح قديم. راك معايا؟ الجرح كنسمعوك ماهوش نعم أسلم. خويا، قول شنو. الجرح قديم قديم وصعيب باش باسكو الامور راهي تزيد للأسوأ. راك معايا؟ راهي كنسمعوك. راهي الامور راهي تزيد للأسوأ، يعني صراحة أنا ما عادش تروح باش تشكيش باللي زعما العلاقة تولي وسط لا الجزائر كان في الجزائر العاصمة بليدة. بليدة، مشرفين الناس بليدة. ربي يحفظك. يا ودي راه ماشي، ليس هي قضية جرح أو لا نزاع، راه ما كاين حتى شي نزاع كاع في المرة. واش دابا هاد الشعب الجزائري والشعب المغربي كيترماو بالقنبول ولا كيترماو بالأسلحة ولا مهدين بعضياتهم؟ راه ما كاينش، راه مجرد كلام يدور وفي الأفق، وديك الرياح كتجيب داك الحقد وكتزرع داك الحقد. بارك الله فيك. دوك نتايا تدخل لايف تسيب واحد داير لك نص الجزائر تابع داكشي واحد شوف، كاتب لك الساحة الشرقية. الله أكبر. العقليات دابا، هذيك العقليات دابا ديال هذا الجيل، العقلية يعني عقلية يعني كما تيقولوا عقلية بيريمي. ديك صح. بصح هذا دابا الناس شنو الاستفادة دابا كون كنطلق الحدود؟ يعني مثلا كنت كجزائري
غتطلق الحدود بغات تجي المغرب، غادي يبان لك المغرب طلق الحدود بغات تجي المغرب، غادي شكرا لك خويا افلاطون، تبارك الله عليك، ربي يحفظك. طلع اخويا معايا، دردش معايا شي شويه، ما راك كتشوف ما كنسبوهم ما حتى شي حاجه. هكاكو كيحاولوا يسبوا لنا، في على الاقل غير نتاخروا، وما ما كيهمش، واخا يسقط البات، واخا تمشي هاد القناه، واخا حتى 10 منا ولا 1000، مادام انه متاح لنا نفتحوهم بالعشرات. الحمد لله، كندعو الى الخير لا ندعو الى الشر، ولكن عندنا الحجه وعندنا الدليل والاثبات لاثبات الحق المغربي، كيف ما بغاو الاخوه الجزائريين. وانا ادعو الجزائريين العقلاء من الجزائريين، واللي عندهم العلم والمعرفه وعندهم الكلمه، يجيو يتحاوروا معنا. وحتى الجزائريين العاديين يجيو يتحاوروا معايا ومع الجميع، ولكن يتحاوروا بقلب مفتوح. ما يجيش شي واحد يقول لي الا تكلمت معاه على الصحراء الشرقيه يقول لي الا كنتي راجل اجي ليله او سير للمحكمه. هذا راه ماشي كلام ديال الناس المتحاورين، هذا راه واحد الكلام ديال الناس زنقاويين، واحد الناس هازين شاقور في يدهم وقاطعين طريق بعباد الله. تفضل خويا افلاطون، وشكرا بزاف على دعمك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك اخويا محمد الغزالي، شكرا وعليكم لك. السلام تنتسناو خويا الاخ افلاطون، تنتسناو الاخ حياك سعيد حياك الله. يرجع باش يجاوبنا الاخ الاخر، لانه كان انا عنده سؤال نطمن، زوين. انا شنو نطمن. هو السبب اللي يخليكم تعاديونا؟ شنو هو السبب؟ حنا بغينا نعرفوا. كما طرح الاخ الاخر سؤال وقال لي نعم نعم. وسير شوف البروفيل ديالي ولقاه هاز الدرابو ديال الجزائر. عطينا اخويا انت كما قال الاخ سعيد، عطينا غير دليلك وشي حاجه. اما الاخ اللي قال قبل منه قال لك خويا الامم افلاطون، المتحده هي تعطيك حقك، نعم نعم. ما جاوبش هذاك اخويا ديال طلع الامم المتحده. راه كما قال لك الاخ هبط صافي تنتلاقاو في الامم المتحده. وهذه هي الكلمه، هو قال لك نتلاقاو في المحكمه. شحال نعملوا له؟ الله يهديه. نشوف الاخوان اللي كانوا معنا دابا عاد واش كاينين معايا ولا مازال، ولا هبطوا ولا. هذا بعض المرات كيسبوا لنا كاملين في السقوط. خويا شيرو، روح حوس على قوت يومك وعلاش تحكي في موضوع تافه. الحمد لله راه كنا كنجريو على القوت اليومي هذاك، اللهم لك الحمد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكن من نعم حقنا نعم، لا اله دفاعا الا الله. عن تراب وطننا وعلى وطن ديالنا وعلى اي حاجه كتمس بالوطن ديالنا ندافعوا عليها. اما لقمه العيش اخويا هذيك ما عندكش دخل فيها، هذيك ديال الله سبحانه وتعالى وكتبقى في كتافك، كتنوض كتيسر على الله تمشي تخدم، وكداكشي اللي يسر لك الله راه كتجيبو. هنا ماشي الموضوع راه باين بقلب مفتوح، كنت حوار بغيت مغربي نقول لك اخي جزائري. افلاطون، البالون، البالون. نعم. انا غادي يطيحوا لنا البت مره اخرى عاوتاني. الخوت كنا اللي هنا في هذا كاين اللايف هذا مشكل حنا وقت اكثر واحد، كاين كلشي العدديين توب لايف بزاف، توب لايف توب لايف توب لايف باقا توب لايف قادرين نصبروا، ونكبسو توب قادرين لايف نجاهدوا ونكبسو ونواصلوا. توب حتى هذا لايف اللي كنقولوا ونكبسو انا راه الجهاد. توب لايف ونكبسو بلا ما يطيح هذا اللايف. ما عندنا
عايشين والله الا عايشين حياتنا وخاطينا السياسه. ربي شتي يحفظك خويا على النصيحه، انا فهمتك. شتي اخويا افلاطون، لا لا، حنا شوف السياسي يكذب عليك اخويا افلاطون اللي يقول لك خاطينا السياسه. انا ما كنكذبش انايا، انا كنتكلم في ما هو سياسي وما هو اجتماعي، ما هو ديني، ويمكن لي نشاركوا من دفعه وحده، لان حنايا غير مجرد، ما يمكنلوش شي واحد يجردنا من العقيده ديالنا او من الاعتقاد ديالنا. واصل المشكل هي راه مشكله سياسيه، فعلى الاقل حنا نحلوها مع بعضياتنا فكريا واخلاقيا واجتماعيا. واما السياسه اللي كيتكلموا عليها الجزائريين بعض المرات، هذاك اخويا افلاطون هو هاد المشكله ديال الاخوه الجزائريين عاملين كي البالون النفخه، منفوخين غير بالريح، وفي نفس الوقت ما عارفينش راسهم باش منفوخين، وبالتالي في اي لحظه كينفجروا. فهمتي؟ هي كتمشي تضربو بشي دليل او بشي كلمه معينه كينفجر وما كيبقى صالح حتى لحاجه. زكريا، اكيد خويا اكيد زكريا حنا ما الطاهر. غنعمموش، نعم حنا ما غنعمموش ليهم. وغادي نعاود نرد عليك اخويا شيرو. حنا كنسعاو، وربي اللي عالم، ربي اللي عالم بالنيه، حنا كنسعاو للصلح، والمغرب ديما كيسعى للصلح. والمغرب كبير لا سياسيا ولا تاريخيا ولا بزاف د الحوايج، كبير ديما كنسعاو. راه حنا راه جلاله الملك نعم، نصره الله وماشي معاه هو. خرج في خطاب قال لك ما نبقاش نشوف هذا الشيء ديال دافعوا، ولكن ما تسابوش مع الجيران. احنا كندافعوا اخويا على حقوقنا، ما كاينش المشكل. تفضل خويا زكريا. عليكم خويا، تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمه الله تعالى خويا. وبركاته. لحظة. خويا شنو هو الموضوع ديالك؟ انا فهمت الموضوع حيت انا من قبيله متبعك، ولكن ممكن طاح لي الموضوع ديالك. الحوار هو حوار مغربي جزائري. خويا حوار مع بالنسبه الجزائريين سمعت شي ناس من قبل كانوا تيهضروا وتيقولوا تيماروا مغالطات. هي خويا هادشي المشكله ديال الصحراء والمشكله ديال هاد المشاكل ديال الحدود وكذا. عاد خويا خرجت تقرير مؤخرا، من امريكا، من الولايات المتحده، تقرير صيفطوا الجزائر نيشان، قالوا لها هي بغيتي تتبعي طريق الازدهار، فهمتي؟ طريق الازدهار بحال المغرب، الامارات، الدول العربيه اللي شويه معساه كذا، قال لها ولا تتبعي الطريق ديال. اما قالت لها المشكله ديال الصحراء المغربيه، قالت لها غير نسايها، قالت لها حيت هادشي صافي فيني، قالت لها هادشي هذا، قالت لها خصك تفتحي الحدود ديالك مع الدول ديالك، حيت قالت لها انت عندك مشاكل ديال الحدود، قالت لها هما يخافوا على الحدود ديالهم، واخا مأمنه تيخافوا عليها. فهمتيني اخويا؟ وهاد المقال الامريكي اللي صيفطوا ليهم، عطاوهم جوج طريق يختاروا، يا يختاروا هاد الطريقه هذه ديال الازدهار، يا يكلاسيوهم مع ايران. وان شاء الله العقوبات اخويا، العقوبات جايه على هذا النظام هذا، هذا النظام الصهيوني اكثر من الصهاينه اخويا. عقوبات ان شاء الله غادي تبدا لهم شويه من هذاك البترول والغاز، داك الجغامي اللي تيفرقوا، وداك الدينار يزيدوا يطيحوا لهم، وما يوليو عايشين بحال فنزويلا ان شاء الله. وهذا الاذان هذا، وهنا اخويا ما بغينا لا حدود تفتح لا والو، حنا بغيناها تبقى بحال هكا، اخويا. شكرا لك خويا. هذا الراي ديالك تحترم اخويا زكريا، هذا الراي ديالك يتحترم. اما صراحه حنا كنسعاو لواحد لم الشمل ديال الامه اخويا زكريا، لم الشمل اخويا الامه. هادو ما يستاهلوا لا من الشمل. لا ما زكريا، انا ما سيدي زكريا انا ما قاطعتكش خويا، ولكن ما تجمعش، ما تعممش، لا تعمم ياك. التعميم لغه الجهلاء، حنا ما كنقولوش. النظام اللي تيحل المكتب ديال انت شوف، انت قلتي النظام، انت قلتي النظام. ملي كنكون نهضروا على النظام نقدروا نجاوبوا نظام بنظام، ولا نخليو النظام المغربي هو اللي يقرر النظام الجزائري. فهمتيني؟ راه هما غاديين في داكشي دبلوماسي وغادي سياسي، حنا اللي كنتحاوروا به والله اعلم واش الاخ محمد الغزاوي متفق معايا، وهو الشعبين حنا كنهضروا على الشعبين. بحال النظام بحال الشعب اخويا، بحال النظام بحال الشعب.
تشوف ماشي النظام كلشي. ديالكم المهم انا غير غادي نصحتك نصيحه، ماشي كلشي ماشي كلشي. لا حيت الا شفتي النظام ديالهم غتلقاي الناس الكبار كذا فهمتي تيجيبوهم من الشارع. النظام ديالهم ماشي زعما قاري في مساجد دينيه ولا قاري في مدارس كبيره فهمتي ديال اللغات. وما الرئيس ديالهم ما تعرفش يهضر حتى ما يعرف يهضر بالفرنسي شويه اللي الفرنسي داك الفرنسي معوجه ديال التيله ديال الناس ديال القهوه فهمتي اخويا. بحال النظام ديالهم بحال الشعب ديالهم بحال كلشي ديالهم بحال كلشي. الناس اللي تيجيو هنا لاوروبا وباقي عندهم العقليه ديال الكره ديال المغرب ويبغيو يحلوا لك فهمتي يحلوا لك المكتب ديال الريف هنايا ويحشيو لك عاوتاني المكتب لهيها فهمتي. المهم يقسموا لك المغرب ويدخلوا عليك ويديو لك كلشي. وان شاء الله اخويا انا سنحترم اخويا الراي ديالك وشكرا اخويا محمد. خويا افلاطون راه عملت لك عطيتك الاشراف الكامل. حاول تساعد الله الله يحفظك. يرحم الوالدين. الله يحفظك اخويا. معاك صافي معاك. خويا انا ما أفلاطون. شوف خويا التومي احمد، المهم انت اتقي دابا الله عندك غير في ديك عندك اتقي الحق الله الله غير في ديك يربك. السميه ديال احمد هذاك شوما. والله انا ما غنحيدش لك الستيل، والله ما نحيد لك الستيل، لا هذاك ولكن رقا شويه في التعاليق هذاك ديالك. هذاك شيرو لا ما نحيدو لهم والو السيد. لا ماشي شيرو لا داك شيرو هذا التومي دائما هكايا. هذاك لا شيرو دري زواون. لا دري فهمت. زواون. لا فهمتك كتهضر على احمد التومي احمد. لا قلت لك داك شيلو راه داك شيلو حتى هو كان كيكتب. المهم على كل حال راه طلب كيست وملي وليت رجعت نقلب عليه لقيته نزل. الا بغيتي طلعو قال الاخ عليل. وي السلام عليكم. اخ عليل وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل خويا. علي من المغرب خويا متشرفين انا اخويا. وعليكم السلام خويا شيرو. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد. الحمد لله ونشكره. انا اصبر اخويا. والله خليني نهضر انا قبل منك. خليني نهضر قبل منك. هاي اشير انا طلعت. خويا عليلو الا جات على خاطرك من قبيله هو كيقول لنا طلعوني وكان قبل لا جات على خاطرك. انا عرفتك طلعتي قبل منه للكيست. لا جات على خاطرك. افلاطون لا صافي. نقدر نهضر. فهمتيني خويا شيرو؟ لا ماني سامعك اخي كريم، راني نسمع راك فيك. انت- والله غير حبيت نريبوندي انا راه برك غير على فهمت باش يكون واحد النظام. دابا انت قبل منه في التعاليق، هو طلع قبل منك في الكيست. الا بغيتي معليش خويا ماشي شيرو مشكل نعطيوك اخي، ربي كلمه يحفظك. ونعطيك كلمه خويا شيرو. الله يحفظك. سير اخويا ربي عليلو. واخا انا ما متفقش مع داك السيد اللي نزل اللي قال لك بحال الشعب بحال النظام. انا ما متفقش معاه. كاين نظام وكاين ازلامه وكاين شعب تما في الجزائر كنحترموهم وكيحترمونا كاينين. وحتى سيدنا الله ينصرو ما كيهضرش في الشعب بسوء. وكاين شي جزائري هنايا وبغى نتحداه نقول له بانه هو الرئيس ديالهم مجرم بالدليل وبكل شيء. نقولها له دابا نجيب له بس الدليل. علاه انت فاش مقلقك الرئيس يا اخي؟ فاش مقلقك الرئيس؟ يلا واش دابا مقلقك؟ انا غنثبت لك تبون مجرم دابا. لا وانت فماش مقلقك؟ واش اللي يقلقك الا كان تبو المجرم مع الشعب تاعو؟ انت واش اللي يكسر لك راسك؟ واش اللي مقلقك؟ علاش راك تتقلق؟ الخوت الله يرضي عليكم باش يكون حوار زويون. خويا عليلو غتعطي الطرح ديالك الله يخليك. واخا انت هربتي لنا شويه على الموضوع ودخلتي لنا للرئاسه، حنا ما هضرناش. دخل سياسه وحنا حنا ما دخلناش كاع. فهمتيني. انا خويا شيرو الله يرضي عليك. شوف لا راح نهضر والله صدقني. الله يرضي عليك حبيبي. الله يرضي عليك خويا عليلو. الا سمعتينا من الاول حنا غاديين فهمتيني. قلنا النظام للنظام. حنا كنتناقشوا على المسائل فهمتيني اللي بين الشعبين فهمتيني. نحاولوا نرقاو نشوفوا سياسيا، لان سياسيا راه غنتخربقوا كاملين. راه ما عارفين شنو كيطرا وراء الكواليس. كنخليو النظام ديالنا. حنا عندنا الثقه في النظام ديالنا غادي في المسيره ديالو هي هذيك مزيان. عطي داك الطرح ديالك والاخ الشيرو راه غيكمل. نقدر نهضر افلاطون؟ نقدر. وعينو جاوبني عينو جاوبني. شوف عندي زوج نقاط اخي الكريم، ربي يحفظك ما تقطعنيش. شوف اول نقطه باغي نرد على زكريا برك. شغل جا كيما شفت الفاكا تاع البحر كي تجي تدي الناس كامل. راه دخل البلاد دخل الشعب. هذا راه مريض نفسي بالنسبه ليا. واحد اللي يهضر كيما هيك راه مريض نفسي. اول شيء.
تاني شي سبحان الله، انت جيت للجزائر، عشت في الجزائر، خالط الجزائريين، شفت الناس كيف عايشه البلاد، ما شفتهاش. راه انا حنا هنا في سكيكدا في الشرق، والله نعرف بالك واحد 30 ولا 40 مروكي راهم يخدموا هنا معانا وحبابنا وخوتنا وعادي خلاص، ما كاين حتى مشكل، ما تلقى لا شغله تاع سياسه لا حتى شي. هذه اول نقطه. ثاني نقطه سبحان الله، يعني دوكا نهضروها حاجه بعقلانيه برك. دوكا كي تروح باريزوم لاوروبا ولا تروح لامريكا ولا تلقى شكون اللي تلقى الناس مصاحبين مع بعضاهم، العرب كسوا الجزائريين المراركه توانسه صحاب مع بعضاهم. وحنا اللي في بلداننا اللي في الجزائر واللي في المغرب نقصفوا في بعض على حوايج، على حاجه تافهه. وبالنسبه لي انا الانسان اللي يحكي على الفتنه كامل راه اخو الشيطان، هذا راه اخوه الشيطان هذا من الاخر من التالي. باسكو رانا نشوفوا. وزيد نهضر لك حاجه اخي افلاطون، سبحان الله دوك هما السياسه راهي كل عام تزيد في الخبث في العالم كامل، ماشي في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس. سبحان الله هما السياسيين راهم يدخلوا الشعوب في بعضهم، وهما راهم عايشين، واحد في انجلترا واحد في الامريكان، طياره تهز طياره تحط، في من جايه في الشعب ياكلوا في بعضهم. على واش؟ على حوايج تافهين. انا واش يهمني في تبون ولا يهمني في محمد السادس؟ ما يهمنيش فيهم، انا نحوس نعيش حياتي نبروفيتي. سبحان الله انا ضامن حياتي نعيش منها للصباح، ما على باليش يطلع عليا نهار ولا ما يطلعش، المهم نعيش. بزاف وما خلانيش نهضر انا. لا راني باش نوصل للنقطه تاعي، واهضر على روحك يا اخي. بصح اللي كان جاي باش تفتن وتشعل النار يا خويا نقول لك اتقي الله في نفسك من الاخر، ما تالي والله. ممكن تجاوب اخويا محمد؟ ممكن تجاوب شكرا اخويا الا راني غلط قول لي راك غلط افلاطون، الا راني غلط قول لي راك غلط. المهم انا حوار مفتوح، الله يحفظك. دير ميوت اخويا شير والله. نجاوبك اخويا حتى انت طرحتي عليا الدولة ديالكم دارت علينا ارجع للدوله خويا يا ودي بدل الشغل، احكي طلع المستوى شويه، طلع شويه المستوى. يا اخي قلت انت راكم عندكم مستوى ومن طلع المستوى خويا، احكي حكايه خلاف. علاش تحكي على السياسه ودخل التبون ودخل؟ انت راك قادر على السياسه، نعطيوك الرئاسه تحكمها، راك تمشي البلاد، تقدر تمشي المروك، انت تمشي المغرب، تقدر تمشيها. الله ينعس الشيطان ما تقوليش نعس الشيطان، ماني شيطان الحمد لله، راني خايف مولاي، راني متقي الله وراني عارف. كنهضروا على الاسباب ديال هذا التشنج بيننا وبينكم. الاسباب هما الشعب اللي كيما انت اللي نهض عليه ساعه في النار، هذا هو السبب. خويا شيرو دير معليش افلاطون. الله يحفظك حبيبي، شكرا لك خويا، الله يحفظك. واش داكشي اللي كتطبق علينا الدوله ديالكم كنطبقوه حنا مثلا قطعوا داروا الفيزا، قطع الطيران، قطع كيديروا حنا الملك ديالنا ولا كيقول فيكم شي كلمه قبيحه، حنا ما كنعاملوكمش بالمثل. كل الشر وكل السوء جاي من عند الدوله ديالكم، ماشي كنقول لك الشعب، من عند الجزائر جاي من عند الدوله. وما خليتينيش نثبت لك بان هو تبون مجرم. ما تثبتليش اخويا، مانيش محتاج، ما نسامع بتبون، ما نسامع بحتى واحد، انا عايش حياتي. اسمع، لا غنقولها. تبون في الحمله الانتخابيه ديالو قال لكم انا عارف الفلوس اللي تسرقات فينا هي وغنجيبها، وبالقانون حنا القانون ديالنا كيقول المتستر عن الجريمه. عليلو اخي، عليلو ويا عليلو، انا نشرح ليه وجهه النظر ديالك باش هو يفهمها بسلاسه ويجاوبك بسلاسه. الاخ اللي بغى يوصل لك اخويا شيرو هو النظام واخا انا ما بغيتش نهضر في هادشي، ما باغيش. هو النظام الجزائري كيحرك الشعب، يعني اسمع فيك فهمتيني اخويا؟ ما سمعتكش راه تقطعت. خويا محمد عطيني نجاوب اخويا، عطوني دقيقه نجاوبه. اخويا الجزائري انا سمعتك اخويا شنو قلتي اخويا. هادشي اللي تتقوله ماشي صحيح اخويا، حيت الشعب حنايا تنشوف اخويا الشعب ديالكم. انت ماشي صحيح وحنا صحيح. اسمعني خليني نكمل راك كنتي طيار. شيرو راه حتى واحد ما كيقطعك، شيرو حتى واحد ما كيقطعك خويا. حنا تنشوفوا بعينينا ان بنادم تيطلع عندكم في هادشي عيال بالعاد ديال المغربيه وعيال الملك وتتقولوا له دكتور، بحال هذاك الحمار ديال بونيف اول حاجه، ومنه عادات فهمتي، بحال الشعب بحال الحكومه بحال، ونعاود نقولها بحال الشعب. واليوم ما عاشش، انا عاشت الجزائريين وشفت منهم غير الشر. وانا نقول لك الشيء هذا الدري هذا واحد تونسي اللي اسمه مؤخرا، هذاك صاحبي كان خدام معايا وكاع الهضره اللي كيقولوا له غالطه، يقولوا له كبابي وكذا، وغدارين اخويا محمد ديال بصح فهمتي. وما بقيتش نعاشرهم انا في اوروبا. شحال من الجزائري دات فيه الخير وخشى اكثريه الاعوام هذه. شوف الحياه كانت غزاله، الحياه كانت فنه،
الجزائريين كانوا كيعيشوا في وجده، والناس ديال وجده وحفير وبركان كيعيشوا في الجزائر، والحياه كانت واعره والمعيشه والعائلات، وحرمونا الله يحرمهم عند الله سبحانه وتعالى، امين. اللي حرمكم امين. اللي كان سبب في هذا الشيء اللي داروا المغاربه والجزائريين، ما كنسمحولوش امام الله، لان حنا خلينا الدم في الجزائر والجزائريين خلوا الدم في المغرب. وكنتمنى الجزائريين يكونوا صرحاء، ويكونوا يبغيو الحقائق وكيقلبوا على الشعوب يعيشوا معها، لان الحياه فتره صغيره. 50 سنه في العمر ديال ابنك دابا، الا كان عندك ولدك دابا 50 سنه وهي مشدود عليه الحدود، حرام. هل هذا اسلام؟ نحن شعوب يا صاحبي، نحن شعوب. خويا ابي دير ميوت، الله يحفظك. كمل خويا كيزين، كمل رانا درنا ميوت باش انت تكمل اخويا في خاطرك. انا حسب مني طلبتي مني انا اليوت درتو. دابا ابي الله يحفظك. المشكل اخي الجزائري اللي باغي نوصل انا مع الشعب الجزائري، بالنسبه لي انا كخصني يبقاو يطلعوا الناس اللايفات يحاولوا يتقربوا لبعضياتهم، يزولوا هاد اللايفات ديال النزاع، نشوفوا واش نقدروا حنا كشعوب نفتحوا الحدود، كشعوب ماشي كحكومات، كشعوب نتقربوا لبعضياتنا، كشعوب ننتصروا على اي واحد كيكون ضد الشعب الجزائري والشعب المغربي، نوصلوا له شي فكره بان حنا شعب باغي الحريه وباغي نعيشوا الفتره اللي عندنا في حياتنا. يكفيك ملي كتمشي لواحد القوري ديروا الفلوس ما عنده مشكل، كتب عليه ما عنده مشكل، ساعة المكان الا عطلتيه عند باش يقضي شي غرض في شي اداره يدعيك. ناقصه من الحياه ديالو من العمر ديالو، اغلى حاجه هي الوقت. حنا هاد الناس هادو قتلونا، وتسول على ولادهم عرفوا العالم. حنا جالسين في التيك توك، العالم كيعيشوا في سويسرا. على بالك شكون المستفيد الاكبر سبحان الله من الفتنه هذه؟ راهي فرنسا واوروبا والكفار راهم كامل مستفيدين من المشي هذا. لا ولكن حنا اقوى منهم، حنا شعوب اقوى منهم، خصنا غير نجتهدوا. لا والله شوف صدقني يا اخي الكريم، حنا في الجزائر هنا عندنا المغاربه يخدموا معانا، والله جامي حكينا على السياسه نقصروا نضحكوا، يعني ناس طيبين وحنا نقصروا معاهم، خاوتنا عادي خلاص يروحوا كل 3 شهور ويرجعوا عادي، وصدقني نتوحشوهم ونعيطوا نقصروا مع بعضنا عادي خلاص. بصح المشكل اللي راه صاري في نعم تفضل يا اخي. كاس افريقيا غادي تدرعونا وغندرعوكم. دابا تشوف كاس افريقيا غتدخلوا الاسر ديالنا، كاس افريقيا غتعيشوا في وسط العائلات ديالنا، كاس افريقيا هي نورمالمون، هذه هي سبحان الله، هذه هي نورمالمون واش نعيشوا. غادي يفضح شي حوايج ما ينتظرهمش الشعوب بعضياتهم، ما غينتظروش اصاحبي. ما يستناوهمش السياسيين الخوبات، ربي يغفر لي كو سوسوا من الجهتين. وزيد نهضر لك والله العظيم الانظمه تاع البلدان العربيه كامله راهم دي ماريونات برك، راهم يمشوا فيهم، هذه هي من التالي. وحنا الشعوب رانا نخلصوا في بعضنا، هذا ما كان كيما يجيك واحد كيما كان بكري في اللايف زكريا، هذاك يشعل في النار، هذاك راه تسمى راه ضد، راه شيطان من التالي، راه شيطان يشعل في النار. والشعوب كي الدوله كي شغل زعما جا عاش في الجزائر، والجزائر دوك هو حاطها في بالو راهي دوار. الجزائر على بالك راهي 2 ملايين مساحه تاع الارض تاعها، هي 2 مليون هكتار. دوك تجي نتايا شغل تحكي على الجزائر، الجزائر راهي متطوره، راهي فيها حكومه، فيها شعب، فيها ناس متطوره كما جميع بلدان العالم. بعد يجي واحد زكريا ناض من الرقاد، شابع رقاد ناض على الزوج دار فيها قهوه، راه ريح تحت الشجره ويحكي على الجزائر ويحكي على الشعب تاع الجزائر، راه يشعل في النار. هذا راه شيطان ولا راني غلط؟ شكون اللي شيطان؟ انا لا 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 خاطي، حاشا ماشي انت نحكي على زكريا اللي كان يحكي بكري. شوف اخي انا كيفاش كيبان لي الجزائر. تفضل اخي.
الجزائري كيفاش كيبان لي الجزائري انا كمغربي. غادي نعطيك الصوره باش كنشوف الجزائري. كنشوف الجزائري اقرب واحد في الجوره ديالي. كنشوف الجزائري مشارك الدم معايا، كاينه بنته ولا ولده مناسب معايا. هذه النظره ديالي انا كنهضر على راسي انا كمغربي. كنشوف الجزائري اقرب دوله اللي غنتمتع فيها وبسهوله نوصلها. نعطيك معلومه معليش. تكلم. انا بالك راك تسمع في اللهجه تاعي. نعم. اللهجه تاعي ما تشبهش شويه المغاربه. وراه ما كاين تفرقه صاحبي، راه كنحبوكم صاحبي. لا واش حاب نوصل لك. حنا بكري حنا في الشرق الجزائري كانوا عايشين المغاربه بكري بزاف، وكاين اللي مازالوا عايشين هنايا، راهم دايرين دراري عايشين عادي خلاص. والله العظيم ما تسمع الشعب يهضر في السياسه ولا يحكي على المغربي ويحكي عادي خلاص. والناس كل راهي فايقه باللي المشكل راه في السياسيين هادو اللي حاكمين البلدان ماشي في الشعوب. واش تغيضك في كي يجي واحد شعبي عادي يشعل النار كيما شيطان فارغ شغل. وهذا واش اللي يغيضك. يحكي في الجزائر والله ما يعرف. والله العظيم من مساحه الجزائر كاين جزائريين والله ما يعرفوها، تالمو الجزائر كبيره بزاف، فهمت. والعقليه تاع الجزائريين كامل تتبدل، كل ولايه كيفاش عقليته. راك معايا؟ واخا شيرو متفقين معك. اسمع، المشكله معليش تفضل علي اخي. واخا المشكله في السياسيين. تلقى الملك ديالنا كيمد يدو للرئيس ديالكم ما كيجاوبوش عليها. واخا يلا كي غنديرو حنا غادي ندخلو الحدود. واش اللي راح دير يعني بيناتنا برك يعني دوكا لا هما السياسيين في بعضهم ياكلوا في بعض. كي تنوض حرب شكون اللي راح يخلص؟ راح يخلص الزوالي مسكين، راح يخلص الشعب اللي ما عندوش ما دابا راه يخلص الزوالي راه يخلص. دابا انت الا بغيتي تجي للمغرب تمشي حتى لتونس وعاد تجي للمغرب. شكون اللي كلفك هذا الشيء؟ واش النظام ديالكم ولا مالكنا؟ ما فهمتش. شكون اللي خلاك انت باش تجي للمغرب تمشي حتى لتونس وعاد تجي للمغرب؟ شكون اللي خلاك تمشي هذه؟ واش المغرب ديالنا حنا؟ لا دوك شوف، والله ماني حايب ندخل في السياسه. خاطر شكون ندخلوا في السياسه خصنا نهضروا يا علي اخي شوف، هي كاين حاجه اسمها برانسيب. دوكا ما نحكيوش حنا على التطبيع ولا ما تطبيعش، باسكو نزيدوا نغمقوا ونزيدوا ندخلوا في حاجه واحده اخرى. هذه بيناتهم هما السياسيين الله يسهل عليهم. حنا ما دخلناش، حنا نحكوا على الفتنه هذه اللي بين الشعبين. راك معايا؟ بغيتي تقول لي التطبيع ما تتبع. علاش بغيتي تتبع؟ تقول لي مطبعين. امريكا يلاه درتو معها اتفاقيات 80% كلشي ديال اسرائيل. ديك الاتفاقيه كما قال لك بلا ما ندخلوا في التطبيع، لان يعني واش كنا نحكوا مع على اسرائيل من تحت الطابله. وبلا ما نجبدوا هذا الموضوع اخويا شيرو، يعني راكم مطبعين ومن تحت الطابله. هو حنا كنهضروا على كل شيء. فين دريتي انت خلينا وفين دريتي انا كنهضروا؟ سمعتي كنهضروا فين دريتي انت وانا المواطن. ماشي كنهضروا على صح. قلت لك نتايا شكون اللي خلاك تمشي حتى لتونس وعاد تجي للمغرب؟ شكون؟ واش مالكنا؟ هي بصح شوف الاسباب، راني نحكي لك على الاسباب. دوك هذا ما يهمنيش انا المهم يهمني كي نعود بالعلاقه تاعي مليحه مع الشعوب عادي مع تونس. واش من اسباب؟ راني قلت لك ما حابش ندخل في السياسه اخي الكريم. ما يهمنيش انا السياسه. ما تقول في القضيه. لا اسمع دوك نعطيك معلومه باش نقنعك خويا العزيز. الله عز وجل يقول لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الانسان التقي هذاك هو الصح. ماشي ما دخلنيش انا في السياسه ودخلني في تبون ودخلني في محمد السادس انا يهمني واش امرني به الله عز وجل. ربي العزيز ربي سبحانه يقول لك ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربي خلقك غير باش تعبدوا، ماشي باش تحارب الشعب وتحارب السياسه وتحارب الحدود وتحارب نعرف. انت عبد ربي والباقي يبعثوا يسخر لك ربي الناس. راه تسخير تاع الناس. ربي يسخر لك واحد من الجزائر ولا يسخر لك واحد من تونس، ما على بالكش الخير من يجي. خويا شيرو، تفضل اخي. خويا شيرو ارجوك غير سد الميكرو واحد شويه. والاخ عليلو معليش نعطيو الكلمه الاخ كيزين. مرحبا بك خويا كيزين، تفضل. وسمحوا لي الاخوان انا كنت خرجت وليت رجعت. مرحبا خويا عمر، ننتظر واحد دقيقه الله يحفظك. تفضل خويا كيزين. السلام عليكم، مرحبا. ما كاش مشكل خويا، ما كاش مشكل عزيز. وعليكم السلام. انا شكرا خويا عمر. اخي بغيت نقول لك واحد.
الله يبارك فيك. شوف خويا، دابا انت جارك مع ديك انت، واش ولادك غادي يمشيو مع هذاك الجار ديالك مزيان؟ انت كأب الجار ديالك مع ديك ما مزيانش معاك، ولادك واش غادي يمشيو معاه ولا غيمشيو معاك؟ نعم معك الحق، راه انت راك جاوبتي على السؤال نيشان، انت راك جاوبتي عليها ماشي صراحه جاوب، العباره. الله عز وجل يقول لك اسمح لي انا غنوصل معك لواحد النقطه مهمه. دابا الا بغينا نكونوا صرحاء وبغينا نداويو هذا المرض وبكل صراحه بدون نفاق، ما نبقاوش غاديين عوجين، هذه النقطه مهمه. الا بغيتي المغرب والجزائر يمشيو بعيد وترتاح هاد الشعوب، المرض ديالو باين، هي قضيه الصحراء المغربيه. الجزائر ما كنطلبوش منها تعترف بينا بالصحراء، لا، الا بغات تعترف بالشعب الصحراوي بكل فرح، ولكن تمشي كما غادي الشعوب تهز يدها من التمويل، وحنا اوكي، حنا غاديين، ما عندنا حتى مشكل، حكومه وشعبا وملكا حنا غاديين. يا كيزين، وانت واش ربحت كي تهز الجزائر ولا المغرب على يد؟ خليني نكمل وغنسكت، غندير بيوت. صح. حنا كمغاربه غادي تبان لنا الجزائر عندها واحد الراي وواحد الصوره مع الشعب الصحراوي كما الشعوب الاخرين. راه كاين شعوب اللي باقا كتعترف بالبوليزاريو وما عندناش مشاكل معاهم، ما كنتسبوا في اللايفات، ما كان نخلقوا شي مشاكل لبعضياتنا، ما قطعنا حدود، ما قطعنا، حيت هذاك الراي ديالهم. ولكن هاد الناس في الريري لا، دايرين حجره في الصباط اللي خلاها وصايه بومزي، هذيك الحجره خصها تزول. انت حكيت على الصحراء، تما انت تروح وترجع للسياسه. لا ماشي، وهذا هو المرض اللي عندنا. الطبيب لقى المرض. معليش خليني نجاوبك. الطبيب لقى المرض ديالك. خليني نجاوبك. راك مريض بلا نعده، راك مريض بلا نعده. اخويا تفضل. لا اخويا شيرو، غير ما تقاطعوش، وحنا ضروري السياسه باش تكون فاهم. السياسه كتتحكم في كل شيء، كتتحكم حتى في الدين. راه ما يمكنلكش تناقش بلا سياسه. غير السياسيه ما تعنيش اننا حنايا مسؤولين سياسيا. ممكن مزيان نكونوا شعب واعي في السياسه، كيعرف يهضر في السياسه، وهذا هو الحديث اللي كنتكلموا فيه حنايا. فانت لا خصك تفهم انت الاعطاب اللي عندك، خصك تعرفها بدقه. سمحوا لي الاخوان الا قاطعتكم، خلي خويا كيزين بقى نعطيوك الكلمه ان شاء الله. حيت المغرب علاش كيطالب الجزائر، المغرب علاش كيطالب الجزائر بالتفاوض الطويله باش يناقش هذه السياسه. المغرب علاش كيطالب الجزائر تجلس معاه على طاوله الحوار. معليش نسقسيك تكلم خويا كيزين، نسقسيك. شوف، نعم. انت كمواطن مغربي ولا انا كمواطن جزائري، راك معايا؟ علينا رانا كامل عايشين كيف باش نتفاهموا في النقطه هذه. انت كمغربي واش تستفيد من الصحراء نتايا؟ الوطن ديالي يا اخي، الوطن ديالك. معليش انت ما غاديش تحس بداك الشيء اللي حس انا. لا نحس خليني نهضر معاك. بين قضيه برانسيب وما نعرف واش بصح. لا الوقت اللي لحقنا له الوطن لا يناقش. انا شوف يا اخي كي تقول لي الوطن علاه انا ما عنديش. عطيتيني واحد السؤال حرجتيني. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الاخوان. كيزين هي واحد التدخل خويا شيرو، ما غنحصروش الحوار، غير واحد عطيناك واحد مساحه كبيره مع كامل السلام عليكم. وبغينا ندوروا كل مغاربه وانا جزائري واحد. الله يحفظك. كاينين الخوت تا هما بغا يعطيو الراي ديالهم. معليش تعطونا كلمه جماعه الله يرضى عليكم. تفضل اخي. معكم السلام عليكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. واحد التدخل ثانيه معكم امايا ثانيه تعطيوني ثانيه الله يجازيكم، وغادي نقفل المايك ديالي نهضر. خليني نكمل. غادي تكمل اخويا، غير صبر ثانيه راه ما غدير
دقائق بلا ما ندير انا كرونومتر ولا مول لايف اللي تشرف الله يرحم ربي بالاستضافه ديالنا. حنا نحسبوها بيناتنا صافي، ناخذ واحد جوج دقائق نهضر، نعطي الطرح ديالي ونعطي الكلمه للاخوه. الله يحفظك اخويا صافي، وشكرا لكم هذا هو الخوت، عين الصواب. الله يحفظك ونحبكم في الله. نكمل معليش جماعه نكمل. التداول على الكلام. خويا افلاطون نعطي الكلمه للاخ عمر. لا كان قدامي هذا اماياس، خلوه يهضر يدي حقه. معليش يا سيدي ما كاش مشكل. غير سمحوا لي، انا كنت سقطت من البث، ما بقيتش عارف شنو التفاصيل وصافي. سير تفضل خويا افلاطون، انت راك عارف، انت كتحكم الان في لا التفاصيل مضبوطه والاخرى كلشي ضبط، راه هي هذيك باش ننظموا الكيست والحوار والانسان ياخذ واحد القسط من الهضره ويعطي الراي الاخر. واخا خويا بارك الله فيك. سمحوا لي اخويا تفضلوا. معكم تفضلوا اللي عنده الكلمه يتفضل. راني ناطر، راني خليني نكمل. ديكور الله يبارك فيك ان شاء الله، الله يبارك فيك. شوف انا على بالك عندي بزاف واحد الشهر وحاجه راني نتبع في اللايف. المشكل انه في كل مره يعني جميع لي لايف يكون عندهم نفس الهضره، نفس الكلام ونفس الافكار تدور. عندها دركا واحد 3 جور ولا 3 ايام كاع لي لايف اللي كانوا يهضروا على القضيه هذه تاع المغرب والجزائر كانوا يهضروا على واحد الحاجه اللي هي علاش الجزائر تدخل روحها في قضيه الصحراء الغربيه. واليوم راهو خرج موضوع جديد اللي هو علاه النظام الجزائري يتبلى النظام الشعب المغربي بالحكايه هذه تاع الريف وما الريف. فبالتالي انا بغيت نقول لكم كلمه والله في اختصار. شيرو يا شيرو، راني نسمع فيك اخي. انا وياك جزائريين وممكن معنا جزائري واحد اخر هنا، دوك حنا رانا عارفين واش راه واقع في الجزائر وعارفين النظام تاعنا كيفاش داير. فبالتالي المرار كان نقول لكم لا روحوا نيكم ماتكم وما عندكم ما ديروا نيكم غير شوف طيح تنوض على المستوى ديالك. شكرا على المستوى ديالك. لا اله الا الله. شكرا على المستوى، وهذا دليل، هذا خير دليل للاسف. يا افلاطون راك تسمع فيا؟ ماشي اشكال اخويا، كل واحد يمثل نفسه. ما كاين حتى مشكل. شوف تفضل. السلام عليكم. احنا ما نرجعوش اخويا شيرو. وعليكم السلام. تفضل اخويا عمر. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم يا خويا؟ عمر حب من حب وكره من كاره. المغاربه كلكم اخوه، المغاربه كلكم اخوه، والمغرب الشقيق اخي لا يوم الدين. وهذا الجزائري اللي طيح وسب هذا كما يقول لك ما يمثلناش، هذا يمثل غير نفسه. كل واحد يمثل نفسه يا اخي. بارك الله فيك. انا كجزائري نعم احنا ما كنتهموكمش اخويا، متاكد. نعم. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك اكيد اخوتي، اكيد كل واحد يمثل نفسه. شوف الاخ افلاطون والاخ محمد، انا هذا القاس تاعكم اللي نطلع له اللي بدا محترميني، اللي بدا مقيميني، عمرهم ما وصلوني ولا انا نوصلهم. احنا نبغوا نكرهوا، احنا كلنا اخوه. غدوه ولا غدوه اش نقولوا رب العالمين؟ مين يقول لي يا الاخ عمر على كنت تسف الاخ المغربي؟ انا اش نقول ربي سبحانه؟ اش نقول له؟ كلنا ميتون وكنا لآدم وآدم من تراب. كاع ما عندناش حنا احبابنا مغاربه، عندنا احبابنا مغاربه. ما كاش كاع مغربي عندي احبابه جزائريين، عندي احبابه جزائريين. حنا يسبني مغربي ولازو يسبني كاع مليون مغربي، هذوك يمثلوا غير نفوسهم. المغرب راه فيها 40 ولا 45 مغربي يا خويا. كيما نقولوا تضرب في العارضه وترجع نورمال. اللي يسب راه يرجع له ليه. اسمح لي، كاين جزائريين راحوا في هذا الماتش التالي، واحد الجزائري يحكي قال لك الطاكسي من يركبه قال لك والله ما يخلصوا عليا. قال لك دخلت لي ريستورون قال لك والله ما خلصوا عليا. هادو جزائريين بشهاده اعيان. مين تسمع كيما هكا ما تفرحش. غدوه ما غادي تجيب لك دافريك والله الحسن الضيافه اللي يكون كاين في المغرب والله بالك ما تصيبها عند خوك ولد امك وباباك. يا انا رمضان في رمضان اللي خليني نكمل الشيء. عقبوا معاي كامل رمضان كامل عقبوا معاي في المنزل. ديكو خليني نكمل الفكره الله يفتح عليك. تفضل عمر تفضل. انسان يحسن الظن بالله
واحسن الظن في خوتك. هاد المغاربه شكون يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا سموني عمر المغربي ثاني كاين عمر، انت سموك محمد المغربي ثاني كاين محمد. اكثر من كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. وحنا ماذا بينا كشعوب نزرعوا المحبه والموده في هذا اللايف. بالك كما قال خويا افلاطون، رجعوا الامور لمجاريها، بالك رجعوا الماء لبلاصته. حنا ماذا بينا هاد السبان اللي سبك فوتح اللي قال لك كلمه مش مليحه، انا والله ما نجاوبه، نقول له الله يهديك الله يهديك ولا شوف الانسان اللي يوصل باش يوصل للسب تما عرف باللي هذاك هو المستوى تاعو، هذاك هو حدو، دماغو راه مبلع لا غالب عليه، هذاك هو مجهوده، هذاك هو مجهوده. وانسان يكون في خوف الله، والله لا ربي يوم القيامه الى حاسبنا، والله الى حاسبنا يوم القيامه. وانا نقول للمغاربه اخوتي هادو، اي جزائري يغلط معاكم امسحها في خوك عمر وهذا معك. على بالك عمر اخي، المشكل هذا اللي صاير في البلدان العربيه. كلام طيب. السلام عليكم. الكلمه لك السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا موسى، مرحبا بك. غير انتظر اخويا موسى شويه. خويا موسى انتظر الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. فين كاينه وقفه اخويا افلاطون؟ تفضل خويا. تفضل يا سيدي يا ولد بلادي. اس هو اللي كان شكرا خويا. تحياتي للاخوان. الله يحفظك. تحياتي للاخوان جميعا، وتحياتي لسيدي محمد اللي منحنا هذا المنتدى الطيب اللي كنتلاقاو فيه نتبادلوا اطراف النقاش. عفوا خويا. كنشكر الاخوان الجزائريين اللي حتى هما معنا في هذا الكيست. وغير واحد الملاحظه بسيطه وما يديهاش مني قليت الصواب. شيرو، كتسمعني خويا شيرو؟ راني نسمع فيك. وي تفضل اخي. انت اخي واحد الانسان طيب وعندك يعني عندك شجاعه للنقاش، ولكن غير فيك واحد القضيه اللي لا يعني غير مستحبه. ما تبقاش تقاطع، خلي داك الشيء عندك، راه غادي تجيك الدقائق ديالك وتعبر فيهم كما سخانه دي فال العبد تشحن شويه. لا شوف دابا حتى الفكره ديال ولد بلادك اللي كان كيهضر كتقاطعوا وكتلفوا حتى فاش كان غادي يقول المسكين. المهم ما علينا. واحد تدخل ك جمله غادي توضح لنا ما بين الجزائر شكرا ما بين الجزائر والمغرب. من ناحيه ديال الشعوب، نحن لا نناقش ما بين الشعوب، فالشعوب اخوه، هما انساب، هما اعمام، هما يعني حتى الدم متشارك بين الشعبين، وكلهم حب وكلهم عطاء بعضياتهم. والله العظيم المغربي والجزائري وتلاقاو في اوروبا وقربتي شي واحد فيهم الى الطرف الثاني تياكل ذاك الطرف الغريب اللي تدخل بيناتهم. هذه معروفه. راني عايش معاهم، راني قلت لك راني عايش معاهم، رانا عايشين ما شاء الله. شيرو تنكمل. اسكت شيرو، اسكت صاحبي. سامحني. ما يقدرش ثانيه غير اصبر عليه. قلت لك اخويا بالنسبه للمغاربه اللي عايشين دابا، لا الشعب المغربي، نهضروا في صميم الواقع ونكونوا واقعيين بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. واشياء اللي هي معروفه عند الشعوب العربيه كامله دابا ولات عارفاها. بالنسبه للشعوب او المعاناه اللي كيعيشها لا الشعب الجزائري ولا المغربي، هو خويا النظام ديالكم، باش ما نكونوش منافقين، باش نهضروا الواقع. النظام الجزائري ما باغيينش الشعوب ينفتحوا على بعضياتهم ويكون واحد المستقبل ناير في المنطقه المغرب العربي. لان علاش نقول لك صميم الواقع؟ انا ما نكذبش عليك، انا الا كانت شي حاجه في النظام ديالي والله حتى نقولها، قسمت لك بالله ما كاين شي امن ولا شي حد يجي يقول لي اش كدير ولا اش قلتي، لان كنقول الحقيقه. هذه الحمد لله كنمتازوا بها حاليا، انا ما نقولكش قديما، حاليا في العهده ديال محمد السادس. هضر كي تبغي، قول اللي بغيتي، انتقد اللي بغيتي، ما كاينش مشكل، لانك كتعبر على واحد الحاجه اللي كتشوفها انت في الصالح وكاينه، ما عندكش مشكل. بالنسبه خويا كتعرف لولا النظام ما كيخدمش الجزائري ما كيخدمش اجنده خارجيه لعرقله النمو
المستقبلي ديال هذه المنطقه المغرب والجزائر، لان هما المغرب العربي. لا دابا الا قلنا المغرب والجزائر هما المغرب العربي، لو اتحدوا وتفاهموا وفتحوا الحدود وخدموا مشاريع بعضياتهم الاقتصاديه والى اخره، فالمغرب كون على يقين ان المغرب العربي غادي يرجع نقطه، احسن نقطه في العالم. لان علاش؟ نعطيك ابسط مثال. واحد مخرج سينمائي، المهم مخرج سينمائي او تلفزي او كما بغى يكون، خرج واحد الفيلم عرضو مثلا في كازا، داز سيدي للرباط عرضو في الرباط، مشى للجزائر عرضو في الجزائر العاصمه، داز لوهران عرضو في وهران، مشى سيدي لتونس عرضوا نعم سيدي في العاصمه ديال تونس، عرضوا نعم سيدي في العاصمه ديال ليبيا، عرضوا في العاصمه ديال موريتانيا. واش في نظرك هذا المخرج عاد باقي يعرض الافلام ديالو على برا؟ ما نظنش، لان راه خدا واحد الشهره وخدا ويعني كسب ثقه الملايين ديال الجماهير داخل المغرب العربي. هذه غير كانوا بدا بسيطه لواحد الانسان اللي هو مخرج، ما بالك واحد الانسان اللي هو عنده المال واستثماري، غادي يجي للجزائر غادي يستثمر فيها، غادي يجي للمغرب غادي يستثمر فيها، غيمشي لموريتانيا غادي يستثمر فيها. تكون واحد السوق مشتركه اللي هي غتكون سوق عالميه، وانا متاكد منها. لو كان سوق المغرب العربي مفتوح اقسم لكم بالله ما كاين شي سوق في العالم يضاهيه. وهذا الشيء عارفه النظام الجزائري، ولكن مضغوط عليه من دول اللي هي اوروبيه خارجيه. ما يقدش يفتح الحدود، ما يقدش يطبع مع الدول المغرب العربي، ما يقدش يطبع مع الدول الجوار، لانه هو مضغوط. الا دار شي حاجه ممكن يعني يزيحوه يحيدوه. باش نكونوا واضحين، حنا المغرب ما عندوش مشكل. انا ماشي كنقول لك حنا زعما اننا كنضخم لك نفسنا ولا كنشيع صوره المغرب. لا، المغرب ممكن يستثمر في الجزائر ويطبع مع الجزائر، يطبع مع ليبيا، يطبع مع تونس، يطبع مع موريتانيا. ما كايناش يما هاد الدوله اللي تعرضوا تقول له اش كدير، لا يمكن. اما الجزائر شعوب الجزائريه، الشعب الجزائري على راسنا من الفوق اخويا، راكم خوتنا وحبابنا وما عندنا ما نقولوا. باش نختم باش ما نطول عليكم، النقطه السوداء هي نظامكم، وداير لكم العرقله لكم انتم. راه كاينين، يعني باش نجيكم صريح، راه كاينين رجال الاعمال اللي عندهم الفلوس صحيحه جزائريين، والله ما قدوا يدخلوا يستثمروا في الجزائر، ولاو كيدخلوا يستثمروا دابا في المغرب. انا كنعرف اشخاص رجال اعمال عندهم لي زوطيل كيستثمروا في هادشي ديال السياحه، لي زوطيل عندهم القهاوي، عندهم لي ريستورون جزائريين دخلوا يستثمروا هنا في البلاد في المغرب. علاش؟ لان لقاو الامن ولقاو النزاهه. ما كاين اللي غايقول له اش كدير، ولا راه لماك انت درتي هاد الاموال نحيد لك منها، ولا نحيد لك المشاريع ديالك ولا الى اخره. خاصكم الاخوان الجزائريين تعرفوا هذه القضيه هذه. راه خوتكم ولاد بلادكم اللي هما داروا الاموال على برا ما بقاوش كيقدوا يدخلوا يستثمروا في الجزائر، وكيجيو يستثمروا في المغرب وبكل حريه. كيستثمروا في المغرب وعلى راسنا من الفوق. بالعكس، كنشوف مقهى فيها اخ جزائري كنمشي ليها، والله الا كنمشي ليها. هذه هي النقطة سميتها. واستسمح من الإخوة الجزائريين ما يديوش مني هذه واحد النظرة خايبة. هذا اللي يستثمر، اللي يجي يستثمر في المغرب، والدراهم منين جابهم؟ ما جابهمش من الجزائر، لا جابهم من برا خويا. هذا اللي كنقول لك عايشين في برا، جابوهم من برا، جابوهم من برا. خلينا نهضروا، تراك غير تدخل في الهضره. اسمع، انا راني عندي عتاب ديجا على هذا اللي داير هذه الصوره تاع مخرب. هذا مخرب ولا دايرو راه بيني وبينه شتاه انا مباشره. هذا اخويا موسى، انت هذا الحقار هذا. اسمع، انا اللي من الجزائر ونعرفكم مليح. يا اخي موسى، اسمع خليني نهضر. يا اخي موسى، خليني نهضر رحم والديك. يا موسى عرجو. لا ما يمكنش. لا والو. غتبع النظام ديالي ولا ما تحتاجش تبقى تدوخ لي بالدماغ ديالي. غتبع النظام بلا ما تهاجم حتى شي واحد، يكون جزائري ضدك او انت معاه او ماشي شغلي انايا. انا ما كيهمنيش ديك المواضيع هذه. انا اللي كيهمني هو نحافظ على المبدا ديالي انا شخصيا واعتذر. اسمح لي اخويا موسى، ارجوك
الاخ عمر على راسنا وعينينا، وحتى الاخ شيرو، وحتى هذوك اللي كيسيئوا لينا، راه حنا ما كنحملوش في القلوب ديالنا ضد حتى شي واحد. حتى انت اخويا موسى تلقى يدك مع يدنا. كنشكر خويا مصطفى، خويا مصطفى كنشكرك بزاف. غادي نطلعك الان. الاخ موسى هو نزل غضب علينا، ما عرفتش يعني. انا بغيت نضبط الامور ديال هذا البلد، ما بغيتش شي هو سبحان جزائري الله، يهجم هو سبحان الله او وشي حيرك. الجزائريين او الجزائر او لا. خويا شيرو انا اللي كنضبط الامور محمد هنايا، اسمح لي صح. باش نكونوا متفاهمين. انا لا اسمح لي، انا كندافع عليك تكبيس الاخوان، وندافع حتى على موسى. تكبيس انت الا الاخ سي هاجمتي محمد راه كيطيح. كبسوا الله يرحم الوالدين الا ما شكرا كبسوا، راه اخويا سي محمد الله راه يحفظك. كيطيح بوحدو. توب خليوني لايف نسمع. الخوت لحظتكم وتكبيس. شكرا اخويا. خليوني نسمع الاخ سبع عيون. خويا مصطفى مرحبا بك، وننتظر واحد شويه. خويا سبع عيون يا صديقي يا ابن مكناس. السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا، يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. ولأول مرة كنتصنت على لايف فيه الإخوة الجزائريين كيتكلموا باحترام وبشفافية وبنزاهة. تحياتي لكم مرحبا بك اخي، مرحبا بك. جميعا. شوف هي كاين ناس سبحان الله يدخل في راي الانسان اللي حداه. دوك انا ما ديتش رايي، كيدخل واحد اغريسيف يهضر باللينار، هذيك اخويا انت تمثل نفسك، عبر على الشعور تاعك بلا ما تديباسي الحدود تاعك. وهذا هو المشكل تاعنا. خويا شيرو لا تفضل اخويا اخي. شيرو، اخويا شيرو تفضل اخويا تفضل. شيرو ارجوك اخويا شيرو. انا داكشي اللي قولوا انا قلته، لا انا قلته. خلي ندوروا الكلمه باش ما نضيعوش الوقت. خويا سبع عيون، الف مليون مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا بك جنة خويا العزيز، وشكرا لك وشكرا للمستمعين كاملين. اخي عندي واحد التدخل بالنسبه للاخوان. بعد نشكر الاخ شيرو والاخ عمر على اساس الاسلوب ديالهم النقي. وحاجه واحده اللي غادي نقدر نقول لك الاخوه الاعزاء، بالنسبه للجزائريين ما نقولوش بان الجزائريين خايبين، حقاش انا تقريبا دابا حاليا عندي نسيبي جزائري حاليا راه معايا في المغرب، عايش في فرنسا، وعندي جوج ديال الاصدقاء ديالي لانهم راه خدامين جاي من الجزائر تيدوزوا ستاج هنا في المغرب. وزعما بان هذيك الجزائريين هذه شهاده لله غادي نقولها لكم هذا اليوم الجمعه. واليوم كنا هضرنا بزاف في هذا الموضوع هذا، وهضرنا معاهم بالمباشر حقاش معايا في لو سيرفيس. ملي هضرنا وتكلمنا تنقول لهم اودي علاش؟ قال لك اودي حنا ما كناش نعرفوا، هما بنفسهم جايين داك حنا عندنا واحد النظره خايبه وقالوا لنا وعندكم شحنوا لهم راسهم لهيه منين كانوا جايين. قال لك مين جا لهنا وتنجلس معاه في القهوه تنهضر معاه تيقول لك يحلف لي بالله، تيقول لي انني كنت بان ما الحدود مفتوحه وعندنا الطريق بان ما عندنا حنا ما غنديروا باوروبا، نجي نسكن انا في المغرب. قالك المغرب ما كانش يسحبنا بهذا الشكل هكذا. حقاش هذا الشيء اللي تنشوفوا الاخوان تنشوفوا الا في هذه المواقع ديال التيك توك. وبعد هاد الاخوان هادو كاملين تيهضروا في تيك توك، ومع سماح الاخ اللي نزل مؤخرا المغربي، حقاش هذيك ما فيش الصله ديال المغاربه باش نهضروا في الصراحه. حقاش الانسان اللي غيدخل السب لا في العرض ولا في الاخوان هذيك حشومه وعار. هذه من جهه. من الجهه الثانيه غنقز واحد الكلمه كان قالها واحد الاخ جزائري في واحد التدخل ديالو، قال لك اودي بالنسبه لنا حنا كمغاربه ماذا تفيدنا الصحراء الغربيه؟ هنا الاخ الكريم غادي نشيروا لواحد الخطاب ديال الحسن الثاني الله يرحمه، في الخطاب ديال المسيره الخضراء. وقبل المسيره الخضراء، قبل ما تكون المسيره الخضراء، اش قال الخطاب ديالو؟ ما بقيتش نذكرو ولكن نعطي المعنى ديالو. المعنى ديالو اش يقول لك؟ بان تيقول لك المغاربه لا سكتوا على الارض ديالكم لان غادي تمشي لكم. الاخوان بحال واحد الاخوان اسمح لي، اللي كيكبس يقفل المايك، اللي كيكبس يقفل المايك، اللي بغى يكبس يقفل المايك. بالنسبه نعطيك واحد المثال، بحال واحد الانسان اللي عنده واحد الدار اللي هي كبيره او واحد الفيلا اللي هي كبيره، وواحد اللي عنده واحد البيت وكوزينه واحد الاستوديو. هذاك مول الاستوديو تيحس براسو ديما ضعيف، تيقول لك انا ما عنديش. مول الفيلا تيحس براسو ديما بان راه كبير. في نظر الاخ العزيز زعما هذا سؤال بيض اللي طرحوه، بان ما نتوما تقولوا بان ما الجزائر قاره تفتخروا بها، انت لا مشى لك واحد انتير ديال البلاد ديالك، كيفاش غتكون الوضعيه ديالي انا كمغربي؟
بان ما تنحس انا تنستصغر قدامكم. لهذه الاسباب هذه انكم نتوما بغيتوا انكم تصغروا المغرب. هذا بالدرجه الاولى ديال اللي قال الاخ واحد الاخ ديال ندير لكم حجره في الصباط ديال بخروبه. ولهذيك الاسباب لانه ناقشها ودخلت في واحد الفيديو ديالو حاربوهم اقتصاديا، حاربوهم سياسيا، وحاربوهم عسكريا. لا ضعفوهم سياسيا وضعفوهم اقتصاديا وحاربوهم عسكريا. هذا تصريح ديال بخروبه، ويمكن لكم ترجعوا ليه، راه كاين في اليوتيوب، راه كاين تسمعوا ليه كاملين الاخوان. هذه الاسباب هذه كلها الاخوان كوكا الجزائريين، وبحال اللي قلت في التدخل ديالي ديال البارح مع الاخ السي محمد، كون كانت في هذه الحدود هذه والجزائريين جاوا بانهم دخلوا للمغرب وشافوا بام عينيهم ماذا يوجد في المغرب واخلاق المغاربه، عمر شي جزائري ما غادي يطلع في شي قناه وغادي ينوض يسب. الحاجه الاخرى، الاخ الجزائري اللي قال بان ما واحد يوتيوبر جزائري لانه طلع في الطاكسي وانه ما بغاش يخلصوا عليه الطاكسي، هذاك صح. واش شتي الفيديو ديالو لانه بقى تيضطر تيبكي تيهضر وتيبكي؟ نعم سيدي. لا هما خلصوا عليه، هو تكلم نعم لك خلصوا عليه، ماشي ما بغاوش يخلصوا عليه. لا ما هما خلصوا النقطه ديال ذاك اليوتيوبر هذاك، يعني وقع في الطاكسي مشى به واحد المسافه اللي غادي ليها هو، ملي يجي يخلص ما بغاش شيفور الطاكسي يتخلص منه، ما بغاش يتخلص. ولكن الطاكسي ما بغاش يخلص عليه، ما تخلصش. واش شتي اللايف ديالو منك الاخوان واش شتي اللايف ديال، لا ما هضرتش شي حاجه عيب عليها اخويا، قلت لك بالعكس، قلت لك واش شتي اللايف ديالو لانه السيد لانه بقى تيهضر بحرقه اللي تيبكي، هضر على اساس انه جاتو تيهضر وعينيه تغرغروا بالدموع. واش لاحظتوا الفيديو؟ دخلوا الفيديو ديالو راه مازال كاين في تيك توك وشوفوا بان هذاك الفيديو غادي تسمعوا عينيكم، وهذا غادي تشوفوا بان ما داك الانسان اللي انه جا نهار والفيديو الاول ما قبل الاول انه دخل المغرب هضر بواحد النرفزه، ومن بعد انه تكالما وشاف بعينيه، حقاش كنت هو ربما كان فيه مسحون عارف بان ما المغرب وعارف هذه. على هذه الاسباب هذه كلها شنو هي الاسباب ديالها؟ الاسباب ديالها بحال قالوا الاخوان هو النظام. راه النظام الجزائري راه هو اللي باغي يخلق البلبله للحفاظ على العسكر. الاخوان الجزائريين كون كانت عندهم انهم التفكير، علاش هذه الجزائر انها تنوض خصام مع المغرب، تنوض خصام مع موريتانيا، تنوض خصام مع النيجر، حتى توانسه لانهم اللي كنديرهم في تيبوش هما انهم تقلبوا عليهم. اخر خطاب التالي ديال تبون تيقول لهم بان ما راه حنا خايفين عليكم وحنا خايفين على راسنا. واش هذا تصريح تيقولوا تبون؟ واش هذا تصريح بان ما يقول في وسائل الاعلام؟ نقدر نهضر بالفعل انك تخاف على راسك، وحرك راسك بان ما قول لهم يطلع طياره وقولوا دافع على تونس. بالله عليك اخويا تبون والله ما تصبح، حركي طياره وسير قول لهم غادي نعاون تونس، لا ما ضربوك عقر دارك ما خليتش المله انا. ولكن الانسان راه خاصو خلينا ما ديك الخطابات وديك كل واحد جاي فمو يقول جاي فمو يقول. مع العلم انا في صراحه الرئيس تبون مع كامل الاحترام ليه ما تناقشوش كشخص، ولكن تناقشوا كافكار ديالو، بان ما ضروري خاصكم بان ما واحد الرئيس لانه اللي غادي يكون رئيس اللي في المستوى ماشي في الرئيس لانه يجي فمو يقول واش يكون شارب الدواء ديالو ولا لا ادري بانه تيتحدث، مع احتراماتي ليه كشخص، ولكن تناقشوا كافكار بان ما هذا الانسان هذا زعما لا اله الا الله. واستسبع لي عيون والله يخلي لنا تبون السي عاش تبون الله يخلي لنا تبون الله يهديك. شكرا. الخوت لكم كلمه اخوان. لا خويا شيرو الغازي شيرو الغازي نعم خويا نعم خويا الغازي، بغيت نقول لك واحد الكلمه. انت بغيت نعطيك واحد الكلمه الله يجازيك بخير، سمحتوا لي غير ليك انت. موسى اللي هبط دخل وهبط، كنتمنى ما تاخذش عليه شي حاله خايبه، لان موسى معروف بالوطنيه ديالو كتغلب عليه، ما كيقدرش يصبر، ما كيتحاولش يصبر. لا غير ما تجيش عليه شي نظره خايبه اخويا. لا هو هي بالنسبه لموسى ربما على ما تظهر لي انه تاثر مع دي لايف لانه مع الجزائريين كيتعصب ولا اله الا الله كيتعصب. فوالا والاخ موسى كيتعصب بزاف. شكرا اخويا سعيد، وخليك معنا تاثير عنده تاثير من
تماما. ورا البارح قلت له انا، قلت له على الاقل غير حافظ على النظام اللي عاملين حنايا، وما كان بامكاننا حنايا حتى حنا نتهجموا على الجزائريين ونسبوهم ونسبعوهم ونشمعوا عفوا ونسمعوهم ما لا يسمع، ولكن حنا كنحترموا الثقافه ديالنا. اللايفات ديالك الغازي، اللايفات ديالك بريون، اللايفات ديالك شهاده لله بريون، عندك واحد الدم فروه، الدم بارد، كتعطي الوقت، تبارك الله عليك. شكرا. هذه هي الصراحه، راك غادي مزيان، غادي مرحبا اخويا. شكرا اخويا كيزن، شكرا بزاف، شكرا. تبارك الله عليكم. شهادتك كتزيدني فخر عليكم والله العظيم. الى هذا اللايف هذا تبارك الله نقي وفي المستوى، وهكا ما كرهتش انا كاع لي لايف لا ديال الاخوه الجزائريين ولا المغاربه يكونوا بحال المستوى هذا، لان داك قوه السب والشتم وداك العنطزيه وداك الشيء راه كتزيد غير تفكيك وتخريب الشعوب في الحقيقه. وحنا تزيد تشعل النار بركه. كما قال الاخ الكريم في التدخل ديالو السابق، يعني النظام الجزائري هو اللي كيتحمل هذه المسؤوليه ديال هذا الفقر وديال هذا التهميش ديال شمال افريقيا، ولكن احنا ما نلوموش الشعب الجزائري. شوف دابا خصكم تعرفوا الاخوان بان النظام الاستعماري الفرنسي الخبيث هو من زرع هذه التفرقه، هو من زرع هذه الفتنه، هو من زرع هذه الخلافات منذ القديم. لان دابا خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه اكاديميه الفرنسيه، الناس اللي خريجين الاكاديميه الفرنسيه الناس ديالها هما اللي حاكمين دابا الجزائر، اللي جينيرو العسكريين. حنا كانوا حتى حنا عندنا داك الانقلابيين كانوا حتى هما نفس لا بروموسيون، يعني من داك الاكاديميه ونفس لا بروموسيون، هما اللي كانوا عندنا داك افقير مذبوح بابوع الى اخره داك الانقلابيين، ولكن الحمد لله حنا تخلصنا منهم، مشاو كلشي تردم، ما بقاش داك مصطفى. ما تبداش تخلط مصطفى خويا. مصطفى خليتك تهضر، بديتي تغمق في السياسه، واش كنا نحكوا بكري يا مصطفى؟ اخويا شيرو، اخويا شيرو، لا ماشي. دابا حنا انا غير مهد في الطريق، غير مهد، يعني كنقول لكم شنو هو السبب ديال هذا الخلافات. لا مصطفى ما تغمقش يا مصطفى خويا، ربي يحفظك، ما تغمقش يا مصطفى. اخويا شيرو، اخويا شيرو، ارجوك خليني نهضر محمد، الله يحفظك خويا شيرو. محمد خويا شيرو، انا ما عنديش التسامح في هذه المسائل هذه. غتنظم معنا، غنولي نرجع نطلعك، فقط التزم معنا، ما تقاطع حتى شي واحد. ها انت نزلتي الاخ مصطفى، لا يعقل اصاحبي، ما تقاطعوا حتى واحد. انا كيتكلموا ضدي يا صاحبي وضد المولدي وما كنقاطعوهمش، كنخليه يكمل، على الاقل غير يكمل الفكره ديالو، تشتلوا الدماغ ديالو وتشتلوا الفكره ديالو وتخليوها. لا حول ولا قوه الا بالله. خويا شيرو، مره اخرى نطلعك، ماشي دابا، تيجي الى طلع مصطفى يقول الكلمه ديالو بحريه وما يقاطعوا حتى واحد. انت كتشوفني اخويا شيرو، انا كنقول حتى اخواني المغاربه، كنقول لهم ما تقاطعوش الجزائريين، خليهم يتكلموا ويعبروا على الراي ديالهم، مادام كتحترمونا. هذا هو الشرط الواحد اللي عندنا، هو الاحترام المتبادل. بارك الله فيك. مصطفى يمكن لك تولي ترجع، وكنعتذر منك. شي بعضين الصراحه كيكتبوا تعليقات مسيئه للغايه، ولهذا السبب ما نهتموش حنا بالتعليقات المسيئه. التعليقات اللي هي مزيانه ممكن نقراوها ويسمعوها الاخوه والاخوات اللي معنا، ما كاين حتى شي مشكل. واللي كيكتب شي حاجه مسيئه راه كيكتبها في صحيفه الاعمال ديالو فقط. سي محمد، علاش اللي ما دير موديراتور اخويا؟ نعاود، لا كاين معايا افلاطون، ولكن حنا ما كنبغيوش نكونوا، لا اسمح لي اخويا اس ما كنبغيوش نكونوا متشددين بزاف، فهمتي؟ كاين معايا الاخ افلاطون كيساعدني، ولكن ما بغيناش نكونوا متشددين الى اقصى درجه. نسمحوا لهم شي شويه يعلقوا يكتبوا يطلعوا، ما كاين حتى مشكل، حنا دائما ولكن كاين تعليقات اللي كنمسحوها، كاين تعليقات راه كنمسحوها. تفضل خويا مصطفى، وما عرفتش علاش نزلتي. لا دابا الاخ قاطعني وانا ما قلتش شي حاجه اللي خارجه الطريق، يعني انا غير كنمهد لواحد الكلمات غنوصل لكم. يعني قلت له سبب الخلافات ديال هذا الشيء، التشتيت ما بين المغرب العربي والاخوه الجزائريين والمغاربه، وهما داك البقايا ديال الاستعمار الفرنسي، هو قاطعني وبدا كيدخل. يعني انا ما قلتش، انا شوف انا فرحت النهار اللي تجمعوا في مراكش الحسن الثاني رحمه الله والشاذلي بن جديد
والقذافي وزين العابدين بن علي ومعاويه ولد الطايع ديال موريتانيا واسسوا الاتحاد المغربي العربي. ولكن خصنا نعرفوا شكون اللي ما خلاش هذا الاتحاد المغربي العربي يكمل ويمشي الطريق والمسار ديالو، حيت العدوان ديال الفرنساويين والاوروبيين، لان كيخشاو هذه كما قال الاخ في التدخل ديالو السابق، يخشاو الاتحاد المغربي العربي لا توحد. واش كتعرفوا يا اخوان الثروات اللي موجوده في شمال افريقيا، الغاز، البترول، الحديد، الفوسفات، الصيد البحري، الفلاحه، الصناعه الى اخره، الكفاءات كاينه موجوده. حنا كانت تكمل ذاك المشروع ديال الاتحاد المغربي العربي، راه غنكونوا اكبر قوه اقتصاديه، اكبر قوه صناعيه، واكبر قوه عسكريه في العالم. شتي كانت دول المغرب العربي توحدوا واتفقوا وداروا يعني استثمار مشترك واتحاد مشترك ويكون عندنا سوق كبرى. ما شتي انا نقول لكم بكل جرأه، امريكان ما قدرتش علينا، اقسم لك كي كانوا متفاهمين يا لا الغرب ولا امريكان والله لا قدرت على الدول الخمس ديال المغرب العربي. لكن مع الاسف المستعمر ما عمرو اي بلاصه كان فيها المستعمر دائما كيخلي خلافات حدوديه، كيخلي خلافات ديولوجيه، يخلي بزاف ديال المسائل كيلعب عليها من جيل لجيل. وهذا الشيء راكم عارفينه الاخوان. علاش انا قلت له راه كاين ذاك الاكاديميه الفرنسيه، يعني انا كنقصد ذاك اللي خلات فرنسا لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا شتي، يعني ليبيا كانت استعمرها الطليان. المهم المستعمر خلى واحد العناصر ديالو كيلعبوا كيخدموا وظيفه للمستعمر. هذا هو باش نكونوا منطقيين. هادشي صحيح اخويا، وتفضل اللي بغى يدير. هادشي صحيح اخويا، تا خوتنا حتى الاخوه الجزائريين راه كنقولوا لهم ودي راه صدقونا، حنا راه ما كنكذبوش عليكم، راه ما كنبغيوش غير باش نبانوا عليكم ولا شي حاجه. على كل حال خويا شيرو سد الميكرو. غير واحد النقطه مهمه نسيت ما قلتهاش. دابا نعطيكم واحد النقطه مهمه. علاش فرنسا استولات على الصحراء الشرقيه وبعض المدن في المغرب، تلمسان ومغنيه الى اخره، دمرتها لها في عهد الاستعمار ديالها للجزائر وخرجت من فرنسا وخلاتها للجزائر. علاش؟ باش ما عمرنا نتفاهموا، عمرنا نتوحدوا، عمرنا نجمعوا الشمل. هذا هو اللقاط اللي كيلعبوا عليها المستعمر الغبي. نعم خويا مصطفى، بصح هادشي ديال الحقيقه والله، وهذه هي الحقيقه. لو كان دابا لو كان ما خلاتناش هذه الخلافات الحدوديه كان حنا موحدين، ولكن خلاتنا هذا الدرسه مسوسه، خصها تبقى ديما تشري لي كومبريمي، مره تنتفخ وتفش، مره المهم تدير الدواء هي تتكالما، انت عاود تحيد الدواء هي درجه تنوض وياك. خلاتنا دابا هذا المشكل هذا غيبقى من الجيل للجيل. سي مصطفى، لا اله الا الله، راك تقول واحد الكلام في الصواب، الله يبارك والله يرحم ربك خويا العزيز. والله ويسمح لي الاخ افلاطون الا ديت الكلمه. لا ماشي لي الكلمه هذيك احبيبي، والله لو كان الجزائر دارت اليد في اليد مع المغرب الشقيق، والله راح تكون القوه الضاربه في المغرب العربي كاع كله. نقسم لك بالله الريح ما يقيسهم، بصح ميرهم خايفين من التوافق والاتحاد تاعهم. كما انت قلت راهي كاينه ضربه خارجيه هي اللي ديرت لنا هذا الفراق. بصح اللي ديان الجور النهار هذا راه جاي وين تكون المغرب والجزائر يد وحده وتكون قوه ضاربه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وعليكم السلام. شوف خويا قادر، سد الميكرو وبركاته. تبارك الله عليك. انا الوالد ديالي رحمه الله راه مات على 118 سنه، راه خدم مع المستعمر الفرنسي في الجزائر سنين وكيعاود ليا قبل ما يتوفى رحمه الله. راه عندنا دم مشترك، الجزائري مزوجين من المغاربه، المغاربه مزوجين من الجزائر، عندنا واحد ونفس التقاليد، نفس الحضاره، ولكن شوف الخبيث المستعمر الفرنسي هو سبب هذه التداعيات كلها. كونوا على يقين. انا والله الا كيبقى فيا الحال ملي كنشوف اللايفات كيتسابوا ويتشاتموا مع الاسف بالخصوص. شوف انا نقول لك واحد، نكونوا واقعيين، المغاربه والله مع هذا كيردوا كردة فعل. اما الاخوان، بعض الاخوان واحد الجيش عندهم في هذا التواصل الاجتماعي منظمين هذا المساخط، هذوما اللي مكرفسين علينا وعلى الشعب الجزائري.
دايرين جيش، واحد الجيش خطير في التواصل الاجتماعي، سببه يتسبب في فتنه والتفرقه خطيره. وشتي الا بقاو هكا راه تقدر تشعل حرب ما بيناتنا غير على هذا التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. محمد غازي محمد غازي خويا مور لايف. الجزائر مازال داير جيش الكتروني. نعم اخويا عبد القادر. دير جيش الكتروني هذه اسمك شغل معنا عليا ودير عذر على جارتي. هذه نورمالمون تاع اخويا عبد القادر. نورمالمون المغرب هي اللي دايره جيش الكتروني. انا خبرك نيشان. يا عبد القادر ما درنا جيش الكتروني، ما درناش. يا عبد القادر يا عبد القادر، يا الا سمعتيني غنكونوا افضل. احسن ما نبقى غير نسمعك انا. حنا ما باغيينش نتعايروا، ما باغيينش نتسبوا. انت البارح راه بصح راك فوتي مغالطات كيما قال لك هذا. اسمعني لا ما كاينش مغالطات يا ودي. راه الجزائر بنفسها راه وجود يا خويا عبد القادر. انا ما نامنوش الملك في القمر. خويا عبد القادر حنا ما نامنوش باللي كاين الملك. اخويا عبد القادر انا طلعتك لعل وعسى تكون توبتي ورجعتي على داكشي اللي كنتي كتقول البارح ومن غير البارح، وفي التعليقات راك تسيء لينا، ومع ذلك انا طلعتك. راه ما يسحبلكش انا مغفل. ما تقوليش راه محمد الخامس شافوه في القمر. هذاك انت مغيب فكريا، ما فاهمش المغاربه علاش قالوا محمد الخامس شافوه في القمر، وما نقولكش علاش، لانك ما تستحقش. البارح ناقشتي معنا ونزلتك بالسبب ديالك، وطاح لي البت بسببك انت توقف لي البت، ومع ذلك طلعتك. قلت ما كاين حتى مشكل. البارح سبني او ضرني البارح، اليوم انا كنعترف ما سبيتينيش، وهذه هي الحقيقه، ولكن كتناقش بطريقه غير معقوله وغير مقبوله. صافي اللي شوف جمعها معاه كما قال الشيخ الشافعي، كفاني فيك يكفوني. صافي هذيك القضيه اللي قال هو. لا عرفتي علاش كنقول هذا الكلام هذا اخويا مصطفى؟ عرفتي علاش كنقول هذا الكلام هذا؟ هذا الكلام اخويا مصطفى ما كنقولوش ليلو هو مباشره، كنقولوا للجميع، الكل ما كيجي من حيت بزاف الجزائريين فيهم هذا المشكل هذا. وانا كنشوفوا البارح كيسبني مثلا، واليوم جا عندي طلب القسط طلعته، قلت الله اعلم يقدر يكون تاب. يعني هذه الكلمه هذه هي للجميع، كل شيء يعرفها. خويا سيرو مرحبا بك. ومره الاخرى واسمعني، مره الاخرى ما تبقاش تقاطع الاخرين، واكثر من هذا سد الميكرو باش ما يوقع نفس الصدى. وحنا دائما غنعطيوك الكلمه تكلم، ما غنقمعوكش وما غنديولكش حقك. بارك الله فيك محمد، غنعطيوك الحق تكلم مادام انت محترم. كنعترف على انك محترم. بلاتي نزيد واحد الكلمه تكتبت في التعليقات، كتبها اخ مغربي، كتبها على الاخ عمر، وقال باللي ان الاخ عمر بلاتي شويه وغيبقى يسبنا، يعني غنقلقوه ولا شي حاجه وغيبقى يسبنا. لا يا اخي راك غلط. اخي عمر هذه مده وكيتناقش معنا، انسان محترم. الا كان في الغياب ديالنا حنايا شغلو هذاك الله يخلصو، ولكن هنا معنا ما كيسبناش، انسان محترم. وخويا عبد القادر انا ما كنكذبش، كنقول الحقيقه. تفضل خويا سيرو. ربي يحفظك محمد اخي. ونزيد الكلمه هذه برك ونخرج محمد اخي، ربي يحفظك. والله شوف خلاصه القول اخي محمد، شوف هي سبحان الله الشعوب باش يكون كاين السلم بيناتهم يلفو با يحكيو على السياسه، باسكو السياسه راهي شغل سياسه نفاق. بالتالي راهي سياسه نفاق في العالم كامل، ماشي الجزائر ولا المغرب ولا، راهي العالم كامل فيها سياسه نفاق. راك تشوف واش صاير في فرنسا. خليني خويا سيرو خليني نجاوب معاك. دابا امام كيخطب في الجامع مسجد، هذا الامام هذا شكون اللي كيعينو؟ كتعينو وزاره الاوقاف. حنا مثلا عندنا حنايا وزاره الاوقاف هي اللي كتعينو، هي اللي كتعين الامام. ولكن في حاله التوقيف ما كتوقفوش وزاره الاوقاف، كتوقفوا وزاره الداخليه. بمعنى شكون اللي كيحكم؟ كتحكم السياسه ماشي الدين. السياسه هي اللي كتحكم في الفن، في الاداب، في الاقتصاد. ما تنساش السياسه وما تحقرش السياسه. غير باش يعني غير كمفهوم دخلوا للفكر ديالك. راه السياسه ضروري منا. السياسه هو اسلوب كيتسمى الاسلوب، اسلوب حياه او اسلوب التصرف. كما الفلسفه والسياسه هي يعني محورين بحال. تفضل اخويا سيرو.
بارك الله فيك محمد. هي بصح محمد اخي، شوف السياسه مفروغ منها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان عنده ليسبري تاع كيما نقولوا حنا السياسه هذه. بصح السياسه كيما نقولوا بندافع. حنا المشكل عدد السياسه شغل نفاق ديريكت. خاطش الانسان كون يتبع السياسه تاع الاسلام، اصل السياسه خرج من الاسلام، من الاسم تاع الاسلام. كون نتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال لك يسيروا ولا تعسروا. انايا شغل واش داني باريزون البوليتيك صعيبه عليا، ماشي صعيبه عليا، تسمى لي عالم تاع الشياطين عاد. هذا نحكي لك للاسف مؤخرا عادت السياسه للشياطين اصلا مفصل. انت اخويا نعم. يوسف، انت بامكانك يعني تتعمق بواحد المجموعه المعلومات وطلع عندنا مثلا في هذا البث هذا او في اي بث، وتتكلم لنا على شنو كيقول الدين بالضبط، ولكن تكون منطقي، لان الدين الا مشيتي تكلمتي عليه ونافقتي فيه بلا ما ندخلوا في ذاك النقاط هذيك، يعني غتتكلم على الدين فغتلقى الدوله الجزائريه هي اللي ظلمانا صاحبي، هي اللي بغات تقسم لنا بلادنا، هي اللي كتكرهكم انتم كجزائريين فينا. ولو كنا مثلا هذه الدوله ما كتقومش بهذا العمل هذا، لو على الاقل كنا نلقاو جزائريين محترمين يتناقشوا معنا ويفكروا المستقبل. حنا المصالح صاحبي راه الملايين ديال المصالح كتضيع بيناتنا. تفضل اخويا شيرو، تفضل. الله يسمح لي. بارك الله فيك. معليش عاوز جوج كلمه وخارج بعد. ربي يحفظك محمد. والله يا محمد انا واش خلاصه القول، والله نقول ربي يهدي الشعوب كامل، والله ربي يهدينا، وربي على باله واش كاين في قلبي واش راني نهضر. والله قلبي راه صافي، وكما يقول لك المسلم راه خوك في اي بلاصه على سطح الارض. المسلم راه خوك. انا نقول ربي يهدينا، وهذا ما كان. والتخسار ما راح يخرج حتى فايده. واحد اللي يطيح الكلام ولا اللي يخسر ولا اللي يشعل النار ما راح يربح والو، راه يدي غير في السيئات مع ربي، مع الله عز وجل. والانسان التقي النقي هذاك هو اللي يوفقه ربي، خاطش حنا بالطيبه القلب يوفقنا الله عز وجل. راك معي محمد؟ هذه ونقولوا ربي يهدي ما خلق. وسامحوني خوتي على قطعتكم، والسلام عليكم. هذه هي. بارك الله فيكم. وشكرا اخويا شيرو، بارك الله فيك. هذا الشيء اللي قلتي نتايا هو اللي هي في المنطقه الاخوان الكرام الانسان دائما يتكلم. لا غتكلم. انا غير بغيت نقول لكم، يعني يمكن لكم تدوروا الكلمه مع بعضياتكم. الان الاخوه كلهم مغاربه، ما نحتاجش نتحكم انا في البث. خذوا راحتكم. تفضل خويا مصطفى. لا، اللي بغيت نضيف انا هو النقاش يكون صريح. واحد السؤال مثلا حطيته انا على شي واحد من الجزائر يجاوبني بصراحه بلا مراوغات، بلا خص بنادم يكون واقعي، يكون منطقي ولو على نفسه. انسان مثلا نعطيك غير مثال، حنا ما خصناش نخرجوا من هذا الموضوع، ولكن نعطي غير واحد المثال بحال داك اللوجيست اللي داروا الجماهير في هذا الماتش اللي داز في كازا. داك المتفرج اللي كيطلعوا على الكره ساجدين وكيطلع ويهبط 20 مره، وهذاك اللاعب بليلي اللي كيضرب البونو ديال الاشهار. ملي كتقول له علاش هاد التصرفات اللي دار هذا اللاعب، واش من الاخلاق ديال الكره، كيقول لك لا غير كان يصبط مزير. لا يقول هذه اخلاق غير لائقه وغير رياضيه وغير مقبوله، ويخرج من باب واسع. الانسان خصو يتكلم في المنطق. راه هو المنطق. ولكن بغيت نقول الاخ سبع عيون قبيله كنتي غتحبس لينا النقاش اصاحبي بكلمه واحده، كنتي غتحبس لينا النقاش كامل. هذا هي الكلمه. لا الاخ سبع عيون تبارك الله عليه. الاخ لا تبارك الله عليه، راه كاين كلمه صافي والله لا ممتاز. ديال كلمه واحده كان غيختم بها كاع هذا النقاش. وما هي الاخوان. داكشي اللي كتنددوا به، فلسطين راه بعيده، تونس قريبه. فلسطين راه بعيده، تونس قريبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. الاخوان شويه تكبيس، الله يجازيكم. وراه السي محمد راه كيتعرض لواحد الحمله من بعض الاخوان كاينين في التعليقات راهم كيرجعوا وكيسينيو. لهذا الاخوان خاصكم تبقاو تحيدوا ستيلو لبعض الاخوان اللي كاينين في التعليقات. كنحيد انا بعدا حيدتهم الجوج
ما كنبغيو نخليو هذاك الحوار المفتوح، ولكن مع من لا يا شوف ودي راك عارف اودي السي افلاطون راك عارف اللي انت كيدير اللي في كاين. التعليق بزاف كيكتب التعليق مخله، لا هذاك غير دخلوا للزريبه، هذاك غير حيد له السيل ودخلوا للزريبه طيروا ما يبقاش، لان هذاك قوه داكشي اللي التعليق كاين، كيطيح اللايف. داكشي اللي كاين. واحد التدخل عندي قصير باش نخلي الاخوان كلها ويدير الكلمه ديالو. بالنسبه للاخوان الاخوان الجزائريين، داك اللاعب محرز خرج مسكين ودار واحد التدوينه، تكلم على المغرب وكينوه على المغرب وكينوه خويا اس انت بقيتي معنا، شكرا بزاف، شكرا على وجودك معايا. اخوان اللي كاينين معنا اللي كيستمعوا لنا كنشكركم بزاف على وجودكم معنا، كنشكركم بزاف، كنشكركم على تعليقاتكم وعلى تكبيساتكم، والله يسامح دوك اللي كتبوا التعليقات المسيئه، واللي كتب شي تعليق مزيان الله يرحم له الوالدين. الاخ اسامه كنظنوا من الجزائر، ما محتاجينش نجاوبوك على داكشي اللي قلتي، ما كاين حتى مشكل، الله يسامحك والله يسامح الجميع. شكرا لكم اخواني بقيتوا معنا حتى هذه اللحظه هذه، كنشكركم بزاف وكنتمنى تبقاو معنا ديما ومستقبلا ان شاء الله. كلكم غتكون عندكم الحق في المداخله وفي اعطاء الراي، سواء على مستوى التعليقات او في التدخلات المباشره. والله الا كنشكركم خوتي من قلبي، سواء كانوا اخوه المغاربه او الاخوه الجزائريين، سواء اللي ساءوا لنا او اللي حسنوا معنا. شكرا لك خويا اس وجودك معايا اضافه جد ممتازه. كنتمنى دائما نواصلوا ونبقاو على هذا العهد ان شاء الله، وكيف ما حنا عليه الان غنوليو عليه بطريقه اخرى ان شاء الله، من اجل المصلحه العامه، سواء كانت ديالنا كمغاربه او كانت ديال الجزائريين. راه دائما اذا كنتم باقين كتسمعوني اخواني الجزائريين، راه حنا نسعى الى الخير لمصلحتكم، لمصلحه دولتكم. راه حنا ما كنسعاوش من اجل التخريب ديال بلادكم، او نفرقوكم، او نعاديوكم مع بعضياتكم، او نحرضوكم على النظام ديال بلادكم، او نحرضوكم ضد الدوله ديالكم. حنا باغيين لكم الخير، ومن اجل هذا الخير هذا كنبغيوكم تسامحوا وتكونوا متسامحين، وننساو الماضي ونبداو من جديد ونبنيو الثروه ديالنا من جديد. علاش حنا فقراء وعلاش حنايا مخاصمين وعلاش حنايا مضاربين؟ ملي نقول لك يا اخي الجزائري راك ديتي لي شي حاجه او عندك شي حاجه ديالي، قول لي نعم اخي المغربي، ونتحاوروا انا وياك باداب باحترام، واللي هي ديالك ديها الله يسهل عليك، واللي هي ديالي ردها لي، واللي قدرت نسامح لك فيها انايا غنسامح لك فيها، واللي قدرتي حتى انت تسامح فيه حتى انت كنت غادي تسامح فيه. غير واحد الكلمه اخيره، لو كان هذا المشكل ديال الحدود تحل من هذه مده طويله، كون كاع ما نناقشوا حنايا المواضيع ديال الحدود، كره حنايا بخير مع بعضياتنا، كره عندنا مصانع مشتركه مع بعضياتنا، اسواق حره، كره عندنا كل شيء مشترك. وما تنساوش يا اخواني الجزائريين، فكروا في اكثر من 2000 كيلومتر ديال الحدود بيناتنا، ما تنساوهاش. وعندنا حنا في المغرب شريط ساحلي كيوصل ل 3500 كيلومتر، كان ممكن نتوما يكون عندكم فيه موطئ قدم باخوه وباتفاق
وبتنظيم، بلا جبهة بوليزاريو، بلا صراعات، بلا مشاكل، بلا ما تشريو مواقف، بلا ما تدعموا حتى شي واحد. دعمونا حنا اذا كنتو كتعتبروا هاد الصحراويين اللي كتدافعوا عليهم خوتكم، فراه حتى حنا خوتكم، حنا الاخوان ديالكم. قبل هاد البوليزاريو، قبل ما يكونوا هاد البوليزاريو، حنا كنا خوتكم، حنا كنا كندعموكم، ما كنمنوش عليكم، فقط كنذكركم بالافعال الحسنه لعل وعسى حتى نتوما تنازلوا شويه، تسامحوا شويه. ما غنقولكش يعني نتوما فقط نتوما اللي ظالمين ب100%، حتى حنا كاين عندنا منا واحد الجزء ديال الظلم. ولهذا اخواني الكرام، الله يسمح علينا، خليو قلوبكم صافيه. كنتمنى تسامحوني الا غلطت في حق ديال شي واحد كان مغربي او كان جزائري او كان من اي جنسيه اخرى. وشكرا شكرا شكرا لكم، شكرا لكم بزاف وتحيه.